طب ايه هو احسن كوميديان بالنسبه لك؟ احمد حلمي، لان دي لا 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 دي لا لا دي لا. انا بحب قوي الماستر سين بتاع اسانسيون. لو هنتكلم عن ماستر سين، تسلمي انت عاجبك حالك، تسلمي انت عاجبك. انا ما بحبها. والنوسه زي ابتسام، وابتسام زي سعيد، وسعيد زي أيوة، شمال. ما أصلاً. علينا. فيلم بوحة لما تيجي تفكر فيه هو عبارة عن مدفع إفيهات ما بيخلص. يا اسطى عايز حق أحسن من غبي منه فيه يا اسطى. والله العظيم فيلم عايز حقيقي كفيلم غبي منه فيه، ده عباره عن شويه سكتشات كوميديه بصها له. شفتها. فيلم الليمبي فيلم أعمق مما تتخيل. أهلا بيكو في حلقة جديدة من بودكاست حنيكة سينمائية فارغة. أنا شهاب وده نصار. ازيك يا نصار؟ تعال جمهور تعال. تاني. عايز تكلم جمهورك انت؟ ده تكلم جمهورك. جمهوري العزيز. انا بس عايز ابتدي بحاجه صغيره قوي قبل ما ننتروديوس الحلقه. عايز اتكلم سريعا عن البودكاست الاخير اللي كان مع فاروق. انا خدت بالي الكومنتس كان في ناس كتير متضايقه شويه شفت الفلقه؟ لا بس شفت الفلقه؟ في ناس اتضايقت شويه حلوين من المقاطعات الكتير والحاجات دي كلها. احنا بنوعدكم مليون في المية دي حاجه نشتغل عليها اكتر شويه، حاجه تبقى ممكن مرتبه شويه يعني كده يعني. بالنسبه اللي بيقول ان احنا ما سيبناش فاروق يكمل النقط بتاعته، مش هتفق معاك قوي الصراحه. فاروق اقنعنا في حاجات كتير فتمام يعني. بس يعني كنت حابب ادي الانترو السريعه دي. انا حابب اقول ان يا جماعه البودكاست اسمه حنيكه سينمائيه فارغه، فانت مستني ايه؟ يعني انا ما ضحكتش عليك والله. انا مش قايل لك بودكاست فاهم؟ مش بودكاست الواقعيه السحريه يعني. فالبودكاست اسمه حنيكه سينمائيه فارغه. وفرغه. انا عايز اقول لكم معلومه عايز اقول لكم الناس معلومه الناس ما تعرفهاش، ان هو كان البودكاست اصلا في الاصل اسمه حنيكه فارغه. بس عشان الرقابه زودنا سينمائيه. مين فينا اللي زود سينمائيه، انا ولا انت؟ انا علشان كنت كتبتها بفونت معين فبعتها لحد يعني من عيلتي فقراها. اوكي انا انا كان عندي نفس الكونسيرن. ما انا والله اتقرت فانا اللي هو خليتها وبعدين على محتاج سينمائيه، فاهم؟ فانت حتى لو فاهم بقت واضحه، بقت يعني سينمائيه فرق. لا يعني كده المعنى اختلف. بس احنا عايزين نبتدي عشان النهارده انا احب اقول في اول البودكاست ان ده بودكاست الناس اللي في ناس جديده بتتعامل معانا دلوقتي خلاص. فانا ده بودكاست حنيكه سينمائيه فارغه. تمام. انا شهاب، ده نصار. احنا مين ولا حاجه يا ريس. من الاخر كده بجد احنا ناس بنحب السينما قوي، خصوصا السينما المصريه. ده كلام منطقي. لينا حكاوي، لينا محاولات شغل، لينا تجارب. في ناس مننا، في واحد مننا اللي هو انا نزل سيتس وبتاع فيعني سيتس بجد يعني. انت بتتكلم عامل ايه؟ وفي واحد مننا عنده افلام وصلت لمراكز جيده او مش جيده قوي يعني الصراحه. وصل يعني راحت مهرجانات. المهم يعني ان احنا ناس بتحب السينما والسينما المصريه لدرجه ان احنا خدناها بهوس بشكل ما شويه، ان احنا ابتدينا نذاكر يعني ايه نبقى سينما، لان احنا عايزين نعمل الكلام ده اللي انا بقول لك دوت. فاحنا بنتكلم في السينما، بنتكلم في الحاجات اللي بنحبها والحاجات اللي يعني مضايقانا، بنتكلم براحتنا. هل معنى ان احنا ذاكرنا ده بيخلينا فاهمين اكتر منك؟ غالبا. بس احنا مش هقول كده يعني. انا مش هنقول كده عشان ايه زي ما اليوتيوبرز والناس بتضحكوا عليكم اللي هو لا والله البساط احمدي. لا يا عم، مش معنى انا كل الاراء جميله، كل الناس حلوه. لا فهو احنا مش فاهمين اكتر منك طبعا. والسنين اللي انا ذاكرتها والسنين استاذ نصار والشغل ده ما علمناش اي حاجه، زينا زي اي حد قاعد بيلعب في سرته. المهم يعني لو انت شايف ان انا بحقد، يلا نصار فايده. لو انت شايف ان انا الناس اللي بتكلم عليها بشكل سلبي او حاجه مش عاجباني، ده معناه ان انا بحقد، نفسي اكون مكانهم، عدو النجاح، مش لاقي حاجه اعملها وقاعد بنظر. ايوه انا فعلا اسود من جوه وانا عدو النجاح. ومن كنت ما احنا او انا اسود من جوه كل حلقه بلبس لك اسود. فافهم الفيجوال موتيف يعني. واخيرا وليس اخرا نذكركم ان الضرب ما وقفش، ان الدنيا خربانه، ان يعني انت الحاجه الوحيده اللي بدك تعملها انك تدعي، انك توعي اللي حواليك باللي بيحصل اكتر. لان احنا فعلا ابتدينا ننسى، خصوصا لو في حد صغير من عيلتك او حاجه تفهمه ان دول ولاد تمام. وتقاطع تقاطع. المقاطعه شرف، المقاطعه السلاح الوحيد اللي في ايدك. ويعني حاول على قد ما تقدر. عارف ان الموضوع مش بالسهوله وانت محاط بحاجات كتير مش هتعرف تقاطعها، بس يعني حاول على قد ما تقدر. do your best، فاهم؟ مش لازم تروح يعني حاول على قد ما يعني ما حدش واقف لك ولا قلم، بس حاول يعني. انت مع نفسك يعني. بس المهم احنا النهارده عايزين نتكلم على ما تسيب لي انت مش هتتكلم ما تسيب لي تقدمت التوبيك عشان التوبيك ده عزيز على قلبي يعني.
اتفضل. احنا بصوا يا شباب، بقالي فتره طويله انا كشخص ما بيعدش برجع على الافلام تاني. انا عندي ذاكره كويسه قوي ونتكمز الافلام يعني. ونتكمز الافلام عارف لو الانجليش مع العربي ما علينا. بس بقالي فتره بما اني مفتقد الشغف شويه للحاجات الجديده، ككل لقيت نفسي برجع اتابع مجموعه كبيره من الافلام القديمه. فلقيت نفسي اتحشرت في ايرا حلوه جدا في تاريخ السينما، وهي افلام الالفينات، الافلام اللي واخده من 2000 ل 2010. واكتشفت ان هذه الايرا فيها مجموعه جميله جدا من الافلام. أو بالدليل لما جينا نرتب الحلقه دي النهارده وانا بحاول اطلع الكونتندرز اللي هنتكلم عنهم على مدار ال10 سنين، لقيت نفسي عملت شورت ليست فيها 40 فيلم حلو قوي. ده بمعدل تقريبا فيلم ونص في السنه، سوري 3 افلام ونص في السنه. احنا كده عندنا سنه 10 سنين، ده احنا كنا بنتكلم في 3 افلام مش ونص. ده عايز اقول لك ان احنا من 2016 لحد النهارده عملنا 8 افلام حلوه اصلا. انا دي فاكر حاجه احصائيه بس ما علينا. انا وانت خدنا الكونفرسيشن دي قبل كده. واحنا بنتكلم على من 2000 ل 2010، احنا بنتكلم على فتره انا بعتبرها بالنسبه لي تكاد تكون تاني احسن فتره في تاريخ السينما المصريه. وممكن الناس تجادل ان هي ممكن تكون من احسن الفترات، وبس فتره الثمانينات ممكن تدوس عليها شويه بكام فيلم. انا اتفق معاك وعايز بس اضيف حاجه على كلامك. هو ان الحلقه دي علشان انا اكتشفت ان في ناس كتيره بيتابعونا، يا اما اعمارهم، انا يعني حاسس ان احنا كبرنا قوي ان احنا نتكلم عن الفتره دي اعمارهم، بس يعني تقولش انا قاعد يا اما اعمارهم يعني شباب صغير شويه، لسه ناس داخله جامعه ولسه ناس في ثانوي بتاع، فممكن يكون في افلام هنتكلم عنها هم فوتوها ومش على درايه بيها. يا اما ناس متابعينا، لان زي ما انت عارف انا بيت احنا يا مستر وورلد وايد البيت بول قاعد قدامك، لنا متابعين من العراق والخليج وفاهم. فيعني انت لا بقول لك ايه والله العظيم، في الوطن العربي كله في واحد من مقدشيو، في واحد من مقدشيو. انا مش عارف ايه مقدشيو اصلا، بس صومال. اوكي تحياتنا لمقدشيو. انا من الديبيتس اللي بقيت بشوفها دي، لان انا مثلا ممكن ابقى بكلم حد اصغر مني شويه واقول له مثلا فاكر فيلم عايز حقي مثلا، يقول لي ايه ده بتاع مين ده؟ عارف هاني رمزي يا ابني؟ ايه ده مين ده الطويل؟ ما بالظبط عارف ده جماعه، لا حرام عليكم، دي ايرا حرام تتفوت. الحلقه دي يا جدعان ممكن تعتبروها، احنا مش هنحرق كتير واحنا بنتكلم، ممكن تعتبروها دليل لو في فيلم احنا قلناه واتكلمنا عليه حلو وانت ما شفتوش، بجد 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 لازم تروح تشوفه، لانك اي فيلم اعتقد ان اي فيلم هيجي سيرته في الحلقه دي هو فيلم كويس. ممكن في اوحش تجربه، بس في اوحش ده فيلم واحد بس يعني ده في فيلم واحد كده ابعد عنه، الباقي بس دول ميزه الايرا دي ايه؟ ان هي افلام حلوه ولا هي قديمه قوي، فانت مضطر تتعامل بقى مع تصوير قديم وبتاع، وفي نفس الوقت هي ما دخلتش في العته اللي احنا بنعمله اخر كام سنه. هي حاجه في النص، هي قصص حاجه بيرفكتلي بالانسد. انا ممكن اقول على الايرا دي ملخصا ان هي ايرا كان فيها مجموعه كبيره جدا من القصص الكويسه. كان فيها قبل دخول الكاميرات الديجيتال كان فيها تمثيل محترم قوي من ناس كتير، كان فيها شغل حلو قوي من كل الكرو اللي بيشتغل، كان فيها محاولات كتير على فكره لاقتباس قصص جايه من بره في تجارب كتير. ده شكل سنوي موجود فيها، بس يمكن وقتها لان مفيش الزخم بتاعنا يبقى في مقارنه دايركت، لان ممكن عادي يعني مثلا الناس قعدت سنين مثلا بتتفرج على فيلم الامبراطور تقريبا مش عارف ان هو متاخد من سكارفيس، الدنيا كانت ماشيه حبي قوي يعني. فالمقارنه المباشره عدم وجودها كان بيخلي الصناع يمكن يبقى عندهم حريه اكبر في ان هم يفرضوا وجهه نظرهم على القصه دي ويحكوها بمبدا انهم ما حدش عارف ان احنا بنقلد، فكان بيطلعوا ميكسات حلوه وطلعوا ميكسات وحشه. بس هي ايرا ككل انا عايز ابتدي، يلا بينا عشان انا عايز ابتدي عايز افهم بس احنا هنمشي ازاي في الحلقه دي النهارده. احنا هيبقى عندنا سيكشنين، انا واستاذ نصار عدينا على الافلام كلها وجمعنا ايه احسن 5 افلام بالنسبه لنا في كل الجانرز، كوميدي اكشن اي حاجه، احسن 5 افلام في ال10 سنين كلهم، احسن في 10 سنين. بنتكلم من 2001 ل 2010. مظبوط 10 سنين فاهم. شلنا سنه 2000 عشان فيها فيلم ممكن يدوس على افلام كتير قوي من الاخر. يعني شلنا سنه 2000 عشان فيها فيلم الناظر، يعني عائله ادب قوي ان احنا نتكلم والناظر موجود. هيبوظ الليسته، هيدمر حاجات كتيره جدا. كان بيبي بايظ دلوقتي. لا بعد احترم نفسك، لسه جايب جونين، احترم نفسك. الواد لسه جايب جونين في ريال بيتيس. مش بودكاست كروي صلي على النبي. عايزين بنعمل حلقه عن الموضوع ده بس معلش. انا ممكن ازنقك في حلقه والله العظيم. انا مشايل سبعات وايه ويعني بص احلى 8 كتاب في حياتي بتاعت هانز فليك. يا لهوي ثانيه واحده، شهاب انت برشلوني؟ هو انت لسه مكتشف؟ انا ما اعرفش معلومه زي كده، انت برشلوني؟
انا تيشيرت برشلونه اللي واقف معايا في ماتي، انت ما بتشوفش الحلقات؟ ماشي. لا انا ماتش برشلونه اللي انا ماتش برشلونه اللي أنا حضرته في الاولد ترافورد ده، انا كنت لا بتدمر نفسيا. عادي اصلا لو اتعرض عليا ان انا اروح احضر ماتش في الاولد ترافورد يا يعني باشا انا كنت قاعد بيتحفل عليا، كان الانجليز بيحفلوا عليا ان احنا خسرنا، اصل انا كانت تذكرتي وسط الانجليز. ما علينا ما علينا ما علينا. اصل في فلوج من الاولد ترافورد برجع اشوفه لو انت مهتم بالكوره. ما علينا، ده بيزود الكونفليكت اللي بيني انا وانت عشان أنا مدريدي صرف من وانا صغير. بس كمل. احنا عمرنا ما هنتفق على حاجه والله العظيم. بس هنشوف احنا عدينا على الخمس افلام، احنا قررنا ليست احسن 5 افلام بالنسبه لنا كل واحد. انا ما اعرفش هو هقرر ايه، هو ما يعرفش انا قررت ايه، ودي فهيبقى حلوة. في خناقه. انا عارف فيلم هو هيحطه غصب عن الكل، انا عارف هو في فيلم معين هيحطه انا عارفه. وعندنا بعديها هنتكلم على هونربل منشنز، الافلام اللي هي ما جابتش الخمسه بس يعني هنعدي عليها بسرعه كده، تخش في القايمه دي. وبعد كده عندنا زي في موسم رمضان جوائز الحناويك، الموبايل وقع. ليه إيرا عندنا الألفينات. جوائز الحناويك لإيرا الألفينات. يلا بينا على طول. ماشي نبدأ بالخامس. ايه الفيلم الخامس عندك؟ قبل الخامس انا هعمل حركه كده صغنطه. انا زي ما قلت لك انا عملت ليست التوب 10 وبتاع، فانا قبل الاونربل منشنز عندي هم بره التوب 10 اصلا، فانا هرص لك الاول الخمسه اللي تحت، هروح اعدي عليهم سريع. طب ما تخليهم في الاخر عشان ارسمها معاك. ما لا انا عايز ابعدهم عن الاونربل منشنز، او ممكن ترصهم معايا دلوقتي لان الاونربل منشنز عندي في 3 تانيين. طب رص الخمسه اللي تحت. انا الخمسه اللي عندي بالترتيب هم من المركز العاشر فيلم العالمي يوسف الشريف، وده هنجيله تمام. انا طلعته من التوب 5، هو ده الفيلم اللي شاب بيتكلم عنه، طلعته من التوب 5 لان انا لما عديت على السنه بشكل انكلوسيف اكتر لقيت ان هو صعب ان هو ياخد مركز اعلى من العاشر، بس هو ياخد العاشر او السابع مرتاح. العم نصار قاعد يكلمني ساعه عن قد ايه فيلم العالمي فيلم عظيم وفيلم هو حقيقي فيلم اندر ريتد، واصلا انا اسف كونه في الايرا على دي. راسي. بص كونه في الايرا دي في المركز العاشر اصلا، والله ده معناه ان انا هقول لك التسعه اللي فوقيه عشان تفهم هو برضه هو بيتكلم مع مين. في المركز التاسع عمارة يعقوبيان، في المركز الثامن فيلم الفرح، في المركز السادس احكي يا شهرزاد، سوري في المركز السابع احكي يا شهرزاد، في المركز السادس اخر واحد قبل التوب 5 اللي يا دوبك ما دخلش وانا متضايق هو 6 7 8. دي الخمس افلام بالنسبه لي اللي ما قدرتش تخش التوب 5. دي 5 افلام يا جماعه. الخمس افلام دول حلوين قوي، انا ما قلتش ال10، انا قلت الخمسه اللي تحت. انا بص الخمسه اللي تحت ما تشطحش. بس انا هشيل منهم الاونربل منشن. في اونربل منشن في حاجه اللي هو يعني هو خامس بيزقزق، فانا ايه انا شايل الاونربل منشنز لما نخلص اقول لهم في الاخر. طيب انا هسيبهم للاخر خلاص. انا يا باشا طلعت غبي منه فيه. اوكي تمام. الرئيس عمر حرب. اوكي نايس، كنت عايز ادخله بس ما عريس من جهه امنيه. نايس. تمام. سهر الليالي. كم. والشبح. نايس. ده احنا هنخبط دلوقتي في بعض. تيجي نخش على المركز الخامس على طول عشان عايزين نخش على خناقه. طب انا عايز اعدل الموبايل عشان الموبايل بس وقع. ما هو يا جماعه الكادر غريب قوي، بس انا عشان اشوفه كويس من غير ما ابص تحت. معلش انا اعذرني، وبالمره نبص على الكاميرا. يبقى بلر الحته دي. يبقى شيلها شيلها ولا حاجه يا عم. دول ناس دول تبعنا يا عم، دول تبعنا يا عم. والله يا شباب انا بقيت حاسس ان احنا واحد يعني. يا باشا احنا زي ما قلت لك بقى ما تجيبش شيشه بقى. يا باشا جو اليوتيوبرز اللي عايزين ياكلوا على فاكو عيش ده، احنا كلنا اسره وانتوا مش ارقام والكلام ده كله. ايوه صح فعلا. طب انا هرمي المركز الخامس بتاعي قبل ما انت استنى. طب هتعدي في قعدتي اتفضل. ماشي. ارمي الخامس. يلا الخامس عندي هي فوضى رائعه يوسف شاهين، وانا مش مقتنع ان هي رائعه خالد يوسف الصراحه، لان اخراجات خالد يوسف ما بتتأثر بالطبع ده، بس انا متاكد ان خالد يوسف كان ليه امباكت كبير في الفيلم. بس ايا كان رائعه مين فيهم هي فوضى يوسف شاهين وبطوله العظيم الراحل خالد صالح. طيب انا الخامس عندي، انا مش هتناقش معاك فيها فوضى. الخامس عندي هو الليمبي. نايس. كان اوبشن عندي الليمبي اللي بالك الليمبي هو واحد من افضل الافلام الكوميديه اللي ممكن تشوفها في حياتك. بس انت قصدك الليمبي مش اللي بالك، انت قصدك الاوريجينال الليمبي. اوكي. الليمبي بتاع عم باقي الليمبي حلا شيحه وحسن حسني الليمبي. اوكي جو. تمام. الليمبي يا جماعه كان فيه الفيلم دوت فيه تشكيله. انا عايز اقول ان ده ممكن يكون هو الدور الوحيد الكويس اللي شفناه لحلا شيحه من وجهه نظري ككوميديا. مش قادر افوتش بيس اور نو، بس كم يعني مش بفتكرش يعني في دماغي دلوقتي. مش قادر افتكر لها حاجه. كانت موجوده فين؟ عريس من جهه امنيه ما فين؟ عريس من جهه امنيه الامباكت بتاعه قليل قوي. هو مش كوميدي.
وكانت موجوده في اريد حلا باي ذا واي، ده هو برضو من الافلام المميزه قوي في الفتره دي. بس الليمبي يا جماعه، لما تيجي تبص على الليمبي عشان تقدر الفيلم دوت، تحتاج تبص على تركيبه شخصيه الليمبي، وفي نفس الوقت تبص على تركيبه الافيهات، الافيه بيتعمل ازاي. تمام. الليمبي من الافلام اللي بيحشر البانش لاين بتاعه في يعني في لقطات انت مش يعني انت متخيل، انت عمرك ما تشوف ان في جاي هنا. زي ما اتكلمنا قبل كده، الكوميديا مفاجاه. الليمبي انا مستعد اقول انت اول مره تشوفه عمرك ما تتوقع افيه واحد في الفيلم. انا في من كتر ما هو فاته عبقريه. في افيه في الليمبي بينطبق عليه اللي انت بتقوله ده، بحبه قوي، بتاع مش عارف عايزه تتجوز ضابط. هي جمله عاديه، بس هو الدخله بتاعت محمد سعد من الشباك في نص الكونفرسيشن اللي تبدو جديه جدا. انا بشوف ان هو مشهد بسيط قوي، بس هو مشهد ايكونيك عامه. عايزه تتجوز ضابط بس العزا الافشخ في العزا. بابا مات ازاي؟ مات لا حسن حسني الله يرحمه نزل غلط يعني. انا بس مشكلتي مع الليمبي ان انا بشوف ان اللي بالي بالك فيلم احسن منه من الاخر. يعني كان في الموضوع ده، بس انا بقول ان فيلم الليمبي يعني ليه مكانه خاصه في قلبي، وفي بكل اتفرج عليه بضحك. والكبده وعبله كامل يعني لا الفيلم فيه كان الفيلم فيه حلا شيحه، حسن حسني، احمد سعد، واستاذ عبله كامل، كلهم فورمه، مفيش واحد فيهم مخيش، حتى حلا شيحه مش مخيشه. انا يمكن مشكلتي مع الليمبي ان انا ما بحبش النص التاني قوي بتاع العجل والحاجات دي كلها، بفقد اهتمامي بالفيلم في الحته دي، فالفاليو بتاعت الفيلم كلها عندي قليله. بس انا السيجمنت اللي واخد ما بين الفرح والسيجمنت بتاع العزا والسيجمنت بتاع يعني هو عنده سيكونسز عظيمه قوي تخليني ما اقدرش انكره كفيلم كوميدي جبار، بس هو كتجربه كليه بالنسبه لي مش تجربتي المفضله لمحمد سعد. وخد بالك في فيلم في قناه اسمها الفرندا كانت عامله حلقه عن نيل الليمبي ضد العروبه. حلقه انا شفت الحلقه دي، لازم تشوفوها. فيلم الليمبي فيلم اعمق مما تتخيل. قال لك لما كان بيغني ام كلثوم وبتاع وقف الخلق ينظرون جميعا كيف يملك عقد المجد وحدي. الرابع هنخش في المشاكل. الرابعه عندي هي سهر الليالي اللي انت خرجته من التوب 5 بتاعك. ليه سهر الليالي؟ ماشي، ليه قدرت سهر الليالي للدرجه دي؟ يعني انت تاخد بالك سهر الليالي بالنسبه لي عندي عماره يعقوبيان، عندي فيلم الفرح اللي هو واحد من افلامي المفضله، عندي فيلم المفضل اللي هو فيلم العالمي. بس لما نيجي نتكلم على سهر الليالي في بعض التحديات اللي لما بنيجي نقولها على الورق لا يمكن تنفيذها اخراجيا. منها مثلا انا بشوف تحدي كبير قوي، بالذات لو حد جرب ينزل بايده يخرج قبل كده، هو ان الكونفرسيشن تعدي مرحله الرياليستيك لدرجه ان هي تبقى انا مش بتفرج على فيلم. وده موجود في حوارات كتيره جدا جدا في سهر الليالي. حوارات سهر الليالي طبيعيه بطريقه مش طبيعيه، لدرجات كتير جدا بتحس انك قاعد معاهم. انا ما شفت يعني نادرا ما بتندمج مع فيلم لدرجه انك قاعد معاهم. بس ده مش العامل الوحيد. العامل التاني هو فكره ان ده فيلم بطوله جماعيه لعدد كبير جدا من الناس، وبيحاول يحكي 4 قصص مختلفه، وتيجي تبص على وقت الفيلم مش طويل في الاخر، وانا طلعت شارب ال4 قصص كلهم عادي. ولما تيجي تتفرج على الفيلم تاني تلاقي كان فايتك ديتيلز في القصص. الممثلين كلهم كانوا في فورمه تمثيليه كويسه قوي باستثناء مشهد لاحمد حلمي. الفيلم كان فيه محاولات لعمل بعض التميزات في التصوير، وطبعا في حاجات تانية هنجيلها قدام مش عايز احرقها دلوقتي موجوده في سهر الليالي. هو كتجربه ككل انا بشوف ان سهر الليالي كتجربه فيلم اجتماعي او حاجه تجربه اساسيه، او تجربه مش اساسيه، تجربه كانت مهمه قوي في سينما الالفينات. يعني تجربه ما ينفعش من عندي على التوب 5 ما نعديش. خليني اقول حاجه سهر الليالي انا شلته لان انا اللي حاططهم بجد كبار قوي. بس سهر الليالي بالنسبه لي عبقريته في الداينامكس بتاعت الشخصيات. يعني انت لما تفكر فيها، لما تفكر ان ده فيلم احنا عندنا 8 شخصيات وعارفين يعني ابعادهم كلهم، 4 كابل. انت مش كل شخصيه، انت لو جبت حطيت 8 شخصيات كده مثلا وقعدت ترسم بينهم خطوط، كل شخصيه ليها علاقه مميزه بشكل ما بكل شخصيه تانية. يعني مش واحده وجوزها وهم كقابل الوحده بيتعاملوا مع واحده وجوزها. لا فاهم قصدي؟ اقول لك على حاجه اجمل. انت عندك 8 شخصيات وفيلم نسبيا مش طويل، وانت لو انا سالتك على اي شخصيه فيهم انت عارف الداينامكس بتاعته كلها، تكاد تكون تخيلت حاجات عن طفولته. وهوجي لك بقى في نقطه مهمه جدا، والداينامكس متنوعه. الداينامكس مش يعني مفيش داينامكس فيهم اقدر اقول متكرر. انا عايز اقول لك علاقه شريف منير باحمد حلمي مش زي علاقته فتحي عبد الوهاب، مش زي علاقه منى زكي بشريف منير، مش زي. هاجي لك بقى في حاجتين. مبدئيا كده سهر الليالي رسم الارضيه اللي اتبنى عليها النوعيه دي من السينما في مصر بعد كده. يعني الارضيه دي اترسمت باي ذا واي. مخرجه نفسه هاني خليفه هو مخرج جميل وكل حاجه، ما عرفش يعيد التجربه دي تاني. يعني هو ما قدرش يوصل للي وصل له سهر الليالي ده في اي وقت من الاوقات تاني.
ودي اتكلمنا فيها قبل كده في الكاتب انا كنت في مهرجان القاهره 2021. كنت وقفت اتكلمت مع استاذ تامر حبيب عن السيناريو. استاذ تامر حبيب كان بيتكلم، هو كان بيتكلم، ناس بتساله على حاجات، كنا يعني ايه، كنا خارجين من ورشه كانت فيها حد البروديوسر بتاع كوينتين تارانتينو، لورنس، مش فاكر اسمه، لورنس بندر. تمام. فكنا خارجين، فطبعا كلنا اتزحمنا على تامر حبيب كده، عايزين نتكلم معاه. فهو يعني حد بيساله على اي حاجه في الدنيا تلاقيه راح حاشر سهر الليالي في النص كده في وسط الكلام. ايوه هو عارف ان هو عمل تحس حاجه انه عظيمه. هو عمل الاند جيم بتاعه زي مارفل، الحاجه اللي هو مش عارف يكررها تاني خلاص. هي لحظه عظمه. اجيلك بقى في نقطه مهمه قوي. سهر الليالي فيه 8 شخصيات، بتعرف الداينامكس بتاعتهم كلهم. الفيلم ما فيهوش مشاهد اكسبوزيشن، الفيلم فيه مشاهد كونفرونتيشن. لا انا هقول لك، انا عارف انت احمد حلمي ده مش اكسبوزيشن. يعني انت عرفت طبيعه العلاقه دي من العيد ميلاد قبل ما يحكوا اي حاجه. انت وهما بيتخانقوا، وانا دي فاكرها من اول مره بتفرج على الفيلم، انت عارف ان في حاجه، وعارف ان في فرق طبقي ما بينهم، وعارف ان في مشكله مع خالد ابو النجا، وعارف كل الكلام ده قبل مشهد المواجهه. مشهد المواجهه كان اسكليشن للخناقه، ما كانش يعني هو الفيلم ما ابتداش بالخناقه عشان يحكي لنا. انت عرفت ان في حاجه من طبيعه الحكي وطبيعه الحوارات، وبعدين اداك مشهد الكونفرونتيشن، وده خلاه مش مشهد اكسبوزيشن. يعني انت مش قاعد مش فاهم حاجه، بعدين يجي مره واحده المخرج انت صح. طب يلا بقى عشان اقول لك اللي بيحصل ده ما حصلش. انت عارف ان في حاجه بتحصل. انت صح. فاهم قصدي؟ انت صح، بس طريقه تقديمها، يعني انا لو ما شفتش الفيلم وجيت توسع على المشهد ده هقول لك ايه المشهد بتاع، يعني هو يعني خلينا نقول ان الكونفرونتيشن بتاع احمد حلمي الحوار ده ما كانش موفق قوي. لا ما اقدرش اقول كده. الحوار في في حته مش موفقه، بس في حته موفقه قوي. الحوار برضو فيه حتت كتير، لا انا شايف ان هي عظيمه ان هي اتقلب بالطريقه دي. هو فيلم حواريا، يعني بص، سهر الليالي من التجارب الحواريه المميزه قوي في تاريخ السينما المصريه ككل، يعني كتجربه مميزه. فعشان كده ما كانش ينفع نعدي على الفئه بتاعته من غير ما يكون واخد مركز كويس كمان، لان هو برضو لو خدت بالك هو سابق في المركز الخامس. هي فوضى مش احسن افلام يوسف شاهين اطلاقا. مش يعني احسن يوسف شاهين، بس انت بتتكلم في فيلم يوسف شاهين في الحته دي، لا انت بتتكلم في حاجه تانية. انا من الاخر كده الترتيبات دي هنيجي للموضوع ده، انا مفكر فيها وانا شايف ان سهر الليالي احسن من هي فوضى. طيل انا فيلم الرابع استاذ احمد نصار والساده المشاهدين، فيلم الرابع احسن افلام من 2000 في فتره 2000 ل 2010 كده. ملحمه اكشن لما مخرجها وابطالها بعد ما بقوا مخضرمين اكتر وبقوا ممثلين افضل حاولوا يعيدوها، وبعد ما جابوا خالد صالح يشيلها ما طلعتش زي ما اتعملت في الاول. الجزيره. انت عارف ان الجزيره واحد. انا ازاي الجزيره خرج عندي من التوب 10 مع انه والله كان موجود في الشورت ليست؟ ازاي الجزيره عدى؟ الجزيره الجزيره عندي ياخد مكان ممكن في مركز سادس او حاجه. الجزيره عندي. لا خلاص بقى، انت عملت دنيتك بقى، ما تخشش على تسيبني اتكلم بقى. لا تخش عليا. انا اسيبك، انا بس بدافع عن نفسي ان الجزيره خرج. بس كمل. الجزيره الفيلم الجزيره واحد. عارفين افلام يا جماعه يعني ده اقرب فيلم مصري ممكن احطه الافلام المافيا. سكورسيزي يعني حاجه مش قوي، يعني لان افلام سكورسيزي ليها طابع حواري اكتر من مكان في الجزيره. والجزيره على فكره حواراته عبقريه. حوارات احمد السقا مع ابوه، وحوارات احمد السقا مع حواراته عبقريه. عالم والظباط مع بعض، وخالد الصاوي، والعالم والطريقه اللي الشخصيه بتتطور بيها يعني لا، فيلم الجزيره هو ملحمه ملحمه اكشن بشكل ما. الدراما اللي فيها قسما بالله تضرب افشخ افلام اتعملت من بعد 2010 بالجزمه. دراما فيلم الجزيره دراما الحب بين علاقات الحب وعلاقات الصداقه وعلاقات الاسريه، تمام، والتحول بتاع الشخصيه بتاع منصور الحفني واحساسه بالمسؤوليه، وبعد كده احساسه بالعظمه. انت لو مسكنا يا جماعه منصور الحفني وحللنا ما تحرقش قوي الكاركتر الجني بتاعته، ما تحرقش قوي. ماشي. ويا سيدي حتى الكوميديا اللي فيها كويسه، حتى كان مشهد الكوميدي كويس. وفيها لحظه من اللحظات اللي لو كنا احنا في هوليوود كانت هتتاخد وهتترجم زي، يعني عارف انت لما اجي اقول لك الباتشينو في لحظات كده، الباتشينو زعيق وبتاع زي انجاستس فور اول. فاهم؟ انا بعلمه عشان شوف ضرب مش عارف اللمبه. لا انا بص فوق. لا غير انا الحكومه في سينز كتير قوي في الجزيره. السينز بتاعت محمود ياسين
وهو هيز جاد فاذرنج في الفيلم ده، لما في السين لما بيقول له نبني لك مسجد ومش عارف ايه وبتاع، قال له انت هتضحك على ربنا يا ولدي وبتاع مش عارف ايه، خلاص احنا اللي زينا اتكتم عليهم. السين اصلا لو انت فكرت في الكونتكست بتاعه ازاي الكونتكست ده اتعرض اساسا. يا اخي حتى حوارات احمد السقا واسر ياسين لما كانوا في الحته بتاعت السجن بيتحبسوا الجزء دوت قبل ما يتعاركوا مع بعض، حتى الحوارات اللي بينهم بيتكلموا عن مين ليه طار ومين ملوش طار كويسه. فلا الجزيره انا فيلم بكره لو ان هو انت اتعمل ناسيه له ارجع جزء شوفه تاني، تاني. انا بكره ان الجزيره اتعمل له جزء تاني. الجزء التاني كان فيه حاجات مقحمه مع ان قوي. باي ذا واي الجزء التاني فيلم الجزيره فيلم صادق جدا، بس هو مقارنه بالجزء الاول هو عامل زي الجزء الثالث من ذا جاد فاذر. لا هو فيلم لا. فيه مقحم لعب ايوه العاب سياسيه كتير ايوه ما قوي ما بقول لك هو قذرة فيلم يعني. هو فيلم في حد ذاته صادق، ما بقولش ان هو عظيم، بس هو مقارنته بالماده الاصليه هي مقارنه ظالمه، يعني انا مقارنه دخلته مهينة. سينما الجزيره 2. أنا دخلته سينما مش فاكر. وفاكر ان انا اتقفلت. انا دخلت سينما تمام. فاكر ان انا اتقفلت منه في اللقطه بتاعت خالد صالح لما راح كده وهو بيتكلم اوت اوف نوير كده حته كده حاجات محمد سامي الحلوه دي، راح رايح شايل الشرطه الخيمي الشعب، راح قايل له الشرطه مش خدامين عند حد. ليه يا اسطى محدش قال حاجه والله. ماشي يا اسطى تشوف. طيب ماشي يا اسطى. المركز الثالث عندي الكاميرا احنا زي ما انتم عارفين فقراء لسه، فالكاميرات عندها بتفصل، فهنفصل نرجع لكم تاني. طيب عدنا ونخش على المركز الثالث على طول. المركز الثالث عندي وهو بجدارة. ابدا انا خلاص. عادي اكمل ولا خش تقول؟ خش اسف خش. على الازعاج. اكتر فيلم اوفر ريتد في التاريخ. رائعة احمد حلمي. على فكره انا كنت بشوف ان هو فيلم اوفر ريتد لحد ما عملت له ري واتش من كام شهر. والله عملت له ريواتش من كام شهر ولسه عندي كام. هو فيلم حلو فشخ بس اوفر ريتد يا جدعان. واخد انا هقول لك مش افضل افلام احمد حلمي اصلا بقى. ايه رايك بقى؟ إيه انا عارف انت عايز تروح فين، بس انا لا انا بدي اسف على الازعاج تقدير لاسباب كتير قوي بالنسبه لي، وقدر من انا قصته بكره اسف على نفسها. الازعاج. بص، اسف على الازعاج كفكره هي كده الفكره حلوه وما تقدمتش في السينما المصريه تقريبا بالشكل ده غير في اسف على الازعاج. الاخراج فيه لحظات كتير قوي حلوه. خليك فاكر برضو ان للمشاهده الاولى في اسف على الازعاج عامل الصدمه بتاع ان ابوه ميت. وبقى التفاصيل انا بيعجبني قوي الفيديوهات بتاعت اسف على الازعاج اللي بتتكلم عن التفاصيل، زي ان هو بيلعب سكواش كان بيلعب نفسه طول الوقت واحنا مش واخدين بالنا. زي ان هو بيلعب شطرنج مفيش اكشلي الحاجه بتتحرك قدامه، هو بس اللي بيتحرك. ما تشيلش فيلم لا مش تشيل فيلم بس فكره ان انت بص، من افلام البلوت تويست دايما مشكلتها فين؟ ان انت لما بترجع دايما بعد البلوت تويست ما تتكشف بتسال سؤال واحد بس، طب هو ليه حصل كذا؟ طب ما كذا ده مش راكب. كميه التحديات اللي خدها اسف على الازعاج في الزوايا دي، هي مش بقول دي الزوايا اللي شايله الفيلم، وفي الاول وفي الاخر انا عند موقفي عند السينما الافلام قصص. بس انا بقدر قوي حته ان احنا مهما رجعنا لاسف على الازعاج وحاولنا نتصيد له في اخطاء هنلاقيه معدي اغلب الاختبارات، بالذات وهو في تحدي كبير ان هم قدم لنا شخصيه طول الفيلم والشخصيه دي مش موجوده وبطلنا بيتفاعل معاها مشهد ورا التاني. مبروك. مبروك. انت فيلم حطيت تحديات صعبه لنفسك وما فشلتش فيها، وده يخليني اقدر لان انت فعلا تحدياتك ما كانتش سهله على مستوى اخراجي وكتابي وحاجات كتيره جدا. بس في الاول وفي الاخر الاند برودكت اللي طلع لي شيل البلوت تويست. انا لو شلت البلوت تويست من بيوتيفول مايند هيفضل فيلم كويس. انا لو شلت البلوت تويست من اسف على الازعاج هيبقى فيلم افريج جدا. هيبقى فيلم كويس. ما انا بقى فيلم عادي جدا. ما بص، هي جمله تكهنيه جدا، بس يعني وانا يعني اجري تو ديس اجري، بس انا شايف انه هيفضل فيلم كويس قوي. هي دي بقى الفكره، لان انا بقول لك ما دي اللي كنت بقول لك عليها مع الري واتش وانا عارف البلوت تويست. اسف على الازعاج فيلم حلو ده. انا وجهه نظري ان هو مش افضل افلام احمد حلمي اصلا. عايز اجري تو ديس اجري يا باشا. انت عايز تقول ايه بقى في رقم 3؟ بلوت تويست صدمه وكل حاجه، بس يعني اجري ما بقول لك اللي خلاني ادخله وانا مرتاح ان مع ان انا بتفرج عليه تاني وانا عارف التويست، انا استمتعت بالفيلم. فيلم حلو. رقم 3 رقم 3 وهو الفيلم اللي فيه واحد او ان ما كانش الافضل، لا هو هيبقى التاني بصراحه. الافضل في رقم 1. تاني افضل فيلن في تاريخ السينما بالنسبه لي حاتم باشا يا كلب. هي فوضى التالت عندي. اوكي انت رقم فوضى، هي فوضى عندك 3. هي فوضى التالت. هي فوضى عندي التالت. حاتم باشا يا كلب. ايكونيك يا جدعان. ده اخر حاجه شميناها من ريحه يوسف شاهين. اللي مالوش خير في حاتم ملوش غير في مصر. ملوش خير. انا اقول لك بقى على معلومه صادمه جدا. انت عارف ان هي فوضى المشاهده الاولى بتاعتي ليه من سنه مثلا، مش من بعيد.
انت عارف ان انا برضه شايفه من سنتين مثلا، مش من بعيد شوف خالص. برضه والله العظيم. وكان عندي توقعات لحاجه واتفرجت على حاجه تانية خالص، ومع ذلك الحاجه التانية دي ستيل مبهره. وفهمت بقى اللي هو فكره ليه حاتم فيلن عظيم، لان انا متعاطف مع حاتم وعايز اموته في نفس الوقت. مش فاهم متعاطف معايا يا اسطى. لا يعني طبيعه الشخصيه، تعالى كده تركيز الشخصيه، احنا بنتكلم عن شخصيه، تعالى عم نفصصها كده كطباع وكحاجات. دي شخصيه في موضوع سلطه، مع ذلك هي لسه بتخضع لسلطه، وده عامل له مشكله ان هو عنده اللي بيسموه بالجاد كومبلكس. هو السلطه اللي عنده مخليه حاسس ان هو اعظم حاجه في الدنيا، ما هي ولكن هو في حته الاخر هو امين شرطه. سيبني كمل والنبي. في حته الاخر هو امين شرطه، تمام. هو سلطه حاسس ان هو اعظم حاجه، لكنه في الاخر امين شرطه. ففي لسه ناس اعظم منه، لكن هو بيتعامل مع نفسه ان هو الاله بشكل ما تحسش ان ده احسن مشاهد. وخلاص كمل، معرفش انك رسالتك. فاحسن مشاهد تاخدها من حاتم وهي فوضى، هي المشاهد الطريقه اللي هو بيرياكت فيها اللي بيتم ممارسه السلطه عليه، وده ازاي بيشرسه اكتر. ما كنت بس بقول لك، مش بتحس ده قوي في المشهد لما كان رايح يضرب يوسف الشريف، وبعدين بتقول له ده وكيل نيابه وهو ماسك المسدس؟ لا انا بحسه يبقى ارجع للفريم وبص على وشه وهو ماسك المسدس وبيرجعه تاني، وهو نفسه يضرب نفسه بالنار في اللحظه دي، ولا يوقفش الوقفه دي قدام عيل صغير. وفي منها هقول لك حاجه. المشهد بتاع لما يوسف الشريف قدره وبعد كده فضل واقف ودي التمام وراح مدي التمام عشان ما يتقدرش، وبعد كده نزل بالحزام لما طاح ولاد الكلب يا ولاد الكلب. ايوه بس ده اكسبوزيشن شويه للاحساس، مش اكسبوزيشن بطريقه وحشه. قصدي ان هو احنا هنا المخرج كان بيبين ده، يعني كان قاصد هو كمخرج او ككاتب او ايا كان اللي بيعمل القصه، كان لا بيحاول يبين الاحساس بالمشهد. انا بتكلم على لقطه سولي اوردد اسمه ايه ده، بسم الله الرحمن الرحيم، لخالد صالح، رياكشن وشه بس، الحاجه اللي ما حدش ركز عليها، هي الحاجه اللي ما فيش حد حاول يبروزها، بس هو عملها صح. تمثيل خالد صالح بالظبط. انا ما عنديش مشكله اللي انت بتقوله ده مشهد حلو قوي، ما عنديش مشكله معاه. انا عايز اقول لك حاجه بقى، وانت بتقطع تاني على فكره. سوري لو تاخد بالك انت ابتديت تتكلم تاني. سوري. تمثيل خالد صالح، الناس في الكومنتات تمثيل خالد صالح، الكنيسه، مشهد الكنيسه، كل محاولاته مع نور، تمام. مشهد الافتتاحيه، المونولوج اللي بيقوله في الافتتاحيه بتاعته نازل من على السلم. فاكر المونولوج ده؟ انهي واحد؟ لما يملطش حد بالقلم، مش فاكر كان بيقول لهم ايه. فاكره؟ انا فاكر السين بس مش قادر افتكر الكلام بالظبط، بس انا فاكر مشهد الكنيسه. انا الكلام بالظبط مش فاكره، بس لا في مشهد هو نازل على السلم كده، سايكو والنبي حطه في الايديت. عمر بقى خلاص داخل الجيش يعني. سايكو حطه في الايديت المشهد ده اللي هو بتاع حاتم ونازل في الاول خالص بتاع، مش كان بيقول ايه، كان بيكمل حاجه في البلد والحكومه دي هي انا تفصيله بص مش على نفسه ازاي، مش بالصباع ده. ايوه انت فاهم رمزيه هو كان بيقول ان دي هي انا. يوسف شاهين اللي قال له ما تعملش كده، قال له اعمل كده، دي فيها عنطزه اكتر. بالظبط فاهم. وخد بالك احنا بنتكلم عن واحد هو مش لواء، هو مش وزير، فاهم، بس شوف بيمارس على بتاع الحواوشي على لا 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 لا. قال لك مفيش احتفالات السنه دي، مفيش احتفالات السنه دي، قول لا ما علينا. الفيلم الثاني نخش بقى على التوب 2، ودي كانت مشكله باي ذا واي وانا مختار ما بينهم، بس انا هاجي سكه من الاخر في المركز الثاني. هو في واحد انا متاكد ان هو معانا، انت هتحطه الثاني غالبا، قول. عسل اسود. ايه انت في فيلم طلعته خالص غالبا؟ لا مش عارف. لا في فيلم في دماغي انت طلعته خالص غالبا. بص هو انا الاول والتاني دول فضلت ما بينهم كتير قوي، يعني فضلت رايح جاي ما بينهم، بس انا رسيت في الاخر على قرار ان عسل اسود هيكون صاحب المركز الثاني. لان بص عسل اسود عندي معاه كيس ستادي صغيره، للاسف انا اتعلمت اخراج في عسل اسود، وده بيخليني اشوف عيوبه بوضوح. ليه؟ عسل اسود كان فيلمي المفضل في الحياه، وكنت بشوف ان هو فيلم كنت طفل شويه ان هو فيلم هوليوودي اصلا، ده فيلم المفروض ياخد اوسكار. بعديها انا فاكر لما ابتديت كورسز الاخراج والحاجات دي كلها، فجيت في مره بري ووتش عسل اسود، وبعد ما بقى عندي بعض المعلومات عن الاخراج، بعدين مره واحده كميه الغلطات اللي بقت واضحه في عيني في عسل اسود كتير قوي. مع ذلك وده بقى حاجه تحسب لفيلم زي ده، ان انا ستيل وانا شايف كل غلطاته من ناحيه بقى كل حاجه. خد بالك انا دخلت اتعلمت اخراج بس سينماتوجرافي بمونتاج، قعدت اتسحلت في كل ده، فغلطات الاضاءه مع غلطات الديكوباج مع كل الحاجات دي بقت واضحه قدام عيني قوي. دي حاجه رزله على فكره، لا للناس اللي بتبقى فاهمه الفيلم بيتعمل ازاي.
يعني بالذات افلام الرعب مثلا، عارف انت بتتفرج اللي هو انا عارف انت قلت بس في حته من المتعه مفتقده. يمكن عشان كده في مشاهد مثلا لما بتنبهر بيها بتبقى عظيمه، بس ما علينا. فبقول لك ستيل مع كل ده عسل اسود من الافلام اللي بري واتشت كتير. انا بقدر قوي قصته، مع اني عندي مشاكل شويه مع نهايتها، مع السن كده بقت النهايه دي مش راكبه معايا اكتر حاجه. بس القصه والناراتيف والكوميديا والتمثيل والماستر سين بتاعه، انا بحب الماستر سين بتاعه قوي. وده من الماستر سينز القليله قوي اللي احمد حلمي فيها. يعني باي ذا واي انا ما بحبش الماستر سين قوي بتاع ما فيش حد في الصوره هنا، المهم بتاع اسف على الازعاج، مش ماي فيفورت. ما بحبش بتاع سهر الليالي بتاع وهو واقف كده وبيعيط، مش معايا سكه. انا بحب قوي الماستر سين بتاع عسل اسود، بحب اداء احمد حلمي فيه. من المرات القليله اللي احمد حلمي فيها اوفر. خلص ما بقول لك من المرات القليله، في مرات تانية بس دي من المرات القليله اللي احمد حلمي فيها كان بي اوفر اكت، بس ما كرنش ما كرنش الكاركتر. احمد حلمي عاده انا بحسه من الناس اللي ممكن تلعب في الميديم دايما، ما تعلاش وما انا تنزلش. شايفه كارنيجا، بس كان هجيلك هقول لك. انا بص يا لا اسطى، انا اشتريتها 100%. فانا بحب عسل اسود، وانا شايف ان هو من علامات هذه المرحله كلها يعني. لا انا اختلف معاك. عسل اسود لو هنتكلم عن ماستر سين، تيل مي انت عاجبك حالك، تيل مي انت عاجبك. انا ما بحبها، انا بحب السين، بحب السين بجد. يا سيدي انت بتحبها خلاص. انا بقول لك انا شايفه فيلم، انا شايفه حاجه يعني. انا شايف المشهد بتاع ظرف طارق وهو بيقول له ما بتردش ليه، والله العظيم شايفه احلى. لا بس لا ما علينا، ما علينا، حرام ما علينا. عليك حرام عليك. مش عارف بس كان ماشي. بيقول له في مشهد ظرف طارق دوت، شافه ورمى افيه في النص في لحظه الانهيار. كان بيقول له ايه ما بتردش ليه، موبايل مغلق بقى، هو النهارده الجمعه وهو بينهار يعني، بيقول هو بيعيط، انت ما تاخدش بالك ان هو افيه يعني. مع المشاهده الرابعه تاخد بالك ان هو بيعيط رمى افيه، حتى لو مش افيه حلو هو رماه. بس هنيجي للموضوع انا ده. انا انا عايز اقول لك على حاجه بس في الماستر سين بتاع عسل اسود. الماستر سين بتاع عسل اسود تدريجته حلوه قوي، من هو قاعد محبط بعدين هو بيحاول يتكلم بالعقل زي ما بيتكلم اغلب الوقت، بعدين بيبتدي. الحوار يا صديقي، ايه الحوار مكتوب وحش. بتاع المشهد اه هو مونولوجي حبتين بس مش وحش، مش معنى ان هو والنوسه زي ابتسام، وابتسام زي سعيد، وسعيد زي ايوه الشمال. ما علينا. في نوع من انواع الحوار. وده عامه باي ذا واي النوع مثلا اللي بيستخدمه حد زي اسمه ايه يا ربي، بسم الله الرحمن الرحيم. ويس اندرسون. لا ما في مصر ابراهيم عيسى، اللي هو الحوار النثري. ما بلاش السكه دي. لا انا بتكلم تكنيكلي دلوقتي. في نوع من انواع الحوار ما بلاش السكه دي برضه. بالراحه بس، اسمه الحوار النثري. حلو. الحوار النثري عاده تمام ممكن يتم استخدامه في حاجه مثلا زي المسرح، بيتم استخدامه كتير في ما تسمى بالمونولوجات. لما محمد صبحي بيمسك الخشبه زي مثلا فوق وفوق وفوق، عارف الجو ده. ده نوع من الحوار، ده نوع موجود في السينما باي ذا واي يعني، هو برضه مش نوع مستحدث. انا فاهمك، انا عارف، انا بس مكتوب فاهم وحش. انا فاهم قوي. لا ما انا ما جاي لك في نقطه، انا فاهم لما قوي. تدولي اسم تقول لي ده حوار نثري وده حوار بي ام، ده انا ما هو هقول مكتوب لك وحش. يا ابني اديني فرصه اشرح. اتفضل. النوع ده من الحوار خارج عن المسرح عاده بيأدي وحش، مهما كان حاولت تكتبه كويس هو بره المسرح بيكون يفكت وحش قوي. امتى بحبه؟ لما بحس ان هو باست بالنسبه لي في السينما، لان هو انه يعدي في السينما دي حاجه نادره. باي ذا واي احلى واحد في السينما كلها بيعرف يعمل حوار نثري واكشلي بيعمله حلو، ودي حاجه مش منطقيه، ابراهيم عيسى. يعني ابراهيم عيسى بيعرف يعمل حوارات نثريه حلوه، حاجه وتبقى في فيلم سينما وتبقى ممتعه. ودي ملكه غريبه جدا، نفسي يركز فيها ويعني يسيب حاجات تانية ويركز في دي، بس ما علينا. انا بشوف ان المشهد بتاع، انا عارف ان المشهد بتاع احمد حلمي مشهد مونولوجي شويه في عسل اسود، بس انا شايف ان هو مش مشهد سيء، هو مشهد مونولوجي كويس وانا بحبه. بس انا مش شايف ان هو مكتوب وحش. انا مشكلتي، انا مش هطول عشان نخش على الفيلم التاني بتاعي، بس انا مشكلتي مع المشهد مع فيلم عسل اسود بقى الكبرى هي انه فيلم كوميديته عبقريه جدا في اول كل حاجه. انت لو تركز في تفصيلته، هو الفيلم بيمسك سكتشات. يعني هو عندنا سكتش قلبه ايه، ان ده مصري وده مش فاهم فالناس هتضحك عليه. فاول مره ضحكني، بعد كده السكتش دوت اتاخد هو اتكرر 5 مرات، مره في علبه الكشري، مره في مش عارف لا ايه، بس مره في كذا. ممكن اعرضك هنا في حاجه صغيره. اسمعني لا اوضح نقطتي للناس، اوضح نقطتي للناس. بتدعي على الفيلم ادعاء خاطئ. انا طب اسف. اوضح نقطتي للناس وبعد كده ماشي. هم يحكموا. اتفضل. تمام. بعد كده بنبدا نمسك في كوميديا ايه، ان مصري بقى مصحصح وبقى مش عارف ايه. فبنبدا نمسك في ان مصري هينزل يمارس السلطه بتاعت الباسبور، فادي مره، الثانيه، الثالثه، بنفضل نحلف فيها 5 مرات. بعد كده بنخش في حته مصري وطبيعه الحياه عند بيت سعيد. وان هم بقى مش عارف البتاع، ومش عارف ان هو ما ينفعش يسلم ومش عارف ايه، ولا فرق العادات والتقاليد وبتاع.
اول مره بتضحك، تاني مره بتضحك، بنفضل نحلب في امها 5 مرات. فانا عايز اقول ان هو فيلم افهاته 80% منها بيتشاف، مش عشان هي وحشه، عشان اتكررت. يعني هو داخل المظاهره انت ما كنتش شايف اللي هيحصل. لا اول مره لا. عادي، ما انا بقى طيب، جاي لك بقى في حاجه. يبقى انا مجنون. انا مش شايف ان هو افاته مبدئيا هو ايه سكتشات، بس هي سكتشات متربطه حلو قوي مع ان هي ماشيه على ستوري لاين. يعني برضو مش الفيلم اللي اعتمد في الكوميديا بتاعته عن السكتشات من باب ان احنا يلا نجرب نحط مصري في اي حته. لا، ده احنا رسمنا المصري باث معين وبنحركه فيه. يعني احنا مثلا ما جبناش مره يلا نجرب ندخل مصري مثلا كباريه في مصر عشان نشوف ايه اللي هيحصل. ده ما حصلش في عسل اسود. ما انا فاهم اهو، ده ما قلتش واحد. كده، انا ما قلتش ان ده ايوه حصل. ايوه ايوه، ما بقول لك انا هنا بدافع عن نقطه ان هو فيلم سكتشات. هو قائم في كوميديته عن السكتشات، بس السكتشات دي متقدمه صح. ما هي دي مش عيب، هي ايوه كل ايوه، السكتشات ده ما مدرسه، انت مش عيب، ما ايوه بقولش ايوه، ده عيب. انا بوضح للجمهور. ماشي. اتفضل تاني وضح. تاني نقطه عايز اقولها، في افات خدت كذا وزنه، في افات خدت وزنه واحده، في افات مش عارف ايه. بس مبدئيا كده لو رجعنا لتاريخ الفيلم، فاحنا بنتكلم على فيلم تاريخه تقريبا 2009. ده ما قبل عصر الانفتاح بشويتين 3 4. فبرضه كانت وقت يعني احنا لحد النهارده. انا كنت قاعد في المانيا، انا لسه بسمع اشاعات عن المانيا غريبه جدا. ففكره انت تجيب ثقافتين تدخلهم على بعض في وقت زي ده، ده يطلع كوميديا وقتها. يعني ما كان نسبة ممكن على اسالك وقتها. سؤال؟ انت بتتكلم، انت بتصنفه فيلم كوميدي ولا فيلم ايه، ولا فيلم اجتماعي؟ انا بحسه كوميديا اجتماعيه دارك شويه، فيها شويه حاجات. طيب، امم يعني انت شايف ان ده فيلم في اللي بنتكلم فيها احسن من الليمبي، واحسن من اللي بالي بالك ككوميديا، لا لا واحسن لا لا من لا, لا لا لا، انا بتكلم على كفيلم كمنتج سينمائي. ككوميديا طبعا الليمبي واللي بالي بالك كسبانين. كدراما طبعا عمارة يعقوبيان مثلا والفرح كسبانين. ك... كفيلم اجتماعي طبعا 6 7 8 كسبان. كانديفيدوال فاكتورز، فاهم؟ بس لما نيجي نتكلم على منتج سينمائي، منتج سينمائي يعني المنتج ده كان فيه تمثيل واخراج توليفة. وتصوير بالظبط. كتوليفه ككولكشن كامل بتديوني، انا بفضل عسل اسود ككولكشن عن الافلام دي. فاهم انا الفكره؟ هخش على الكوليكشن المتكامل بقى. امم الكوليكشن المتكامل، فيلم آه. المفضل، وانت عارف هو ايه غالبا. لما انا قلت فيلم المفضل انت عارف هو ايه. ايوه. وده اكتر فيلم انا شفته تقريبا، واكتر فيلم بحبه. انا مستغرب انك وممكن افتح حاطه بعد تاني، حلقه انا اتفرج مستغرب عليه. انك حاطه تاني مش اول. اموت اعرف انت حاطط مين ما الاول. عشان من الاول غالبا عندي هو اللي عندك يعني، بس ما علينا يعني. ليه انت التاني عندك مين؟ قول. فيلمي المفضل يا باشا اللي ضحى. هو يبقى انا وانت الاول عندنا واحد. أنا انا كده عندي سقطت واحد. انا الحوار ده. انا سقطت انا الحوار ده على يا فكره. جماعه ممكن تسيبني، ممكن تسيبني، بس انا عايز يا تيجي باشا، كده مع الكاميرا ومع الناس المحترمه دي اقول شعر. ممكن؟ تغزل في بوحه براحتك. بصوا يا جماعه، فيلم بوحه ده فيلم عبقري. ده فيلم يتدرس ازاي تعمل كوميديا. اول حاجه، فيلم بوحه لما تيجي تفكر فيه هو عباره عن مدفع افيهات ما بيخلص. مفيش جمله بتعدي في بوحه من غير ما نحاول نرمي فيها افيه. ومحاولاتنا رمي الافيه بتيجي على يعني كل انواع الكوميديا. يعني انا في مره هرمي افيه كلامي، مره افيه حركي، مره مش عارف حاجه هعمل رياكشن، مره مش، كل مره هحاول اعمل حاجه. بس انا مش هعدي، مفيش احمد سعد واقف، انا مش هعدي جمله اتقال من غير ما احاول اضحك الناس عليها. ولو في 10 باظوا، في قدامهم واحده نجحت، قيس ده على مدار الفيلم انت طالع ب 60 70 افيه بيوقعوك على الارض بالضحك. تمام. في مشهد والله العظيم هو بيوضح النقطه دي. مشهد لما الضابط مش فاكر اسمه ايه، مجدي كامل، الاستاذ مجدي كامل، دخل على احمد سعد بعد ما لقى بتاع من اول المشهد خلاص، مين وعمال يشيل حاجه، افتح الباب، افتح الباب هنكسره يا عم، اكسره، كسره، ما تتحركش، ما تتحركش. احمد سعد ادى واحده مين بالاكشن وشه بكل حاجه، كوميديا حركيه شويه. نبدا نتحرك، الحوار بينه وبين مجدي كامل، شايف العسكري ده ايه هيتشالب، انت مش عارف ايه، انت تسمع يا جدع، انت تسمع يا جدع، انت انا هطلب منك حاجه واحده، انت كمان طلبت 300 جنيه. مشهد يا جماعه ما بيعديش افيه. قاعد مع حسن حسني على البول، انا عايز اطلب منك سؤال، عايز اسالك سؤال لولبي، هل محلات الجزاره دي بتبيع لحمه؟ ايوه. محلات الجزارة. الفيلم انتشر لحد دلوقتي. يا اسطى الفيلم مش فيلم عبقري، كته وحلويات يا ست، حلويات والمذبح وكل حاجه. اول ففيلم ما بوحة هو عرفت فيلم كوميدي. انك عاوزني جيت عايزني اوام. جيت اوام. انا هضايقك لا قوي لا، دلوقتي. غنى اول ما عرفت انك عايزني جيت اوام. خلاص نتكلم كسينما مش كفيلم كوميدي. عشان اقول لك دوت ممكن تطبقه على بوشكاش على فكره، لا بقول ده مطبقه على بوشكاش، بس بوشكاش كفيلم مش فيلم كويس. اوكي. بوحة كفيلم
في حاجه يا جماعه في ممكن تدوروا عليها وممكن انا اشرحها في حلقه تانية، اسمها رحله البطل. بتبقى 12 ستيب كده، حاجه كتابيه كده ازاي تعمل ارك للمين كاركتر بتاعك. بوحه عدى بكل كتابيا، دي حاجه اكاديميه، عدى بكل مرحله من مراحل البطل اون سبوت، وكل واحد فيهم معموله على اجمل وجه. انا لو بدرس في مدرسه وعايز اشرح يعني رحله البطل، مفيش حاجه يجي دماغي اكتر من بوحه وباتمان. بس الاثنين دول هم اللي عدوا بالاسلوب الاكاديمي ده في الكتابه. لا لا لا، رحله البحث عن الكنز، بعد كده اكتشاف هو مين، بعد كده اكتشاف الخدعه، بعد كده مش عارف ايه، بعد كده محاوله الصراعات اللي في النص، كونفليكت بينهم، وصراعات نفسيه وصراعات خارجيه وصراعات. فيلم بوحه فيلم ملحمه مش متقدر لان الناس بتحبه، بس هو احسن فيلم كوميدي يعني انا بس الوحيد اللي ممكن يصارعه بالنسبه لي هو الناظر. غير كده بوحه مفيش فيلم في تاريخ السينما المصريه كوميدي يصارعه. انا خلصت لا فيلم لا. بوحه انا بعشقه. بص انا مش عايز اجادل معاك كتير لان انا متفاهم ان احنا في الاول وفي الاخر بنتكلم عن حاجات نوستالجيك حبتين. فاكيد في عامل نوستالجيا ممكن يكون طريقه الكلام بشكل او باخر. انا بالنسبه لي فيلم بوحه فيلم كوميدي حلو. دي اقصى نقطه بوصل لها معاه، ودي نقطه اختلاف كبيره جدا ما بيننا، لان انت بالنسبه لك هو فيلم عظيم بس هو فيلم كوميدي حلو، هو مش من كوندندرز الكوميدي عندي اصلا، فاهم؟ في الالفيه يعني. بس عارف اللي هو ايه، شغال يعني. انا شاري بوحه عشان حبك لبوحه مش عشان بوحه نفسه، بس هو فيلم حلو. يا جماعه يا جماعه والله العظيم حاولوا تركزوا فيه ككتابه. يا جماعه مفيش حاجه بتعدي من غير افيهات. مفيش جمله. انا بقول لك انا ممكن اتكلم عن بوحه ساعتين فانا هسكت. بص هو رقم واحد، ودي طبعا اول جايزه عندنا، وهو الفيلم اللي اكيد يلا. عندنا احنا الاتنين هو نفس الحاجه. وانا انا عايز بس يلا قبل يلا. ما اقوله، قبل ما اقوله ان انا حاولت قد ما اقدر ما ابقاش كليشيه يعني. بصيت على لسته كتير قوي وجربت ابدله مرات والله الاثنين. العظيم حاولت، والله حاولت ابدله مع كذا حاجه والله العظيم. انا سمعت اراء كتير قوي طلع ريسنتلي يا جماعه الفيلم ده اوفر ريتد قوي انتم مقفورين وبتاع، بس كل ما برجع افتكر هذا الفيلم برجع اقف عند نقطه معينه جدا. الفيلم ده احسن فيلم من 2000 ل 2010، وهو ببساطه الفيلم ده انا ممكن اقول هو من احسن الافلام في يعني اقول احسن توب 10 افلام في تاريخ السينما المصريه احطه. انا يعني عارف اللي هو توب 10 تقيله، ممكن ندخله في توب 20 مثلا، بس ممكن لو عفرت ادخله في توب 10. وهو ببساطه انا بس خايف نطلع انا وانت بنتكلم عن فيلمين مختلفين. لا انا متاكد ان احنا من 2000 بالظبط، من 2000 ل 2010 الزرازير عن رائعه مروان حامد ابراهيم الابيض. انا ممكن ارغي كتير عن ابراهيم الابيض، بس انا يكفي بالنسبه لي ان انا اقول عن ابراهيم الابيض لان هو فيلم ممكن ينبص له ب 60,000 برسبكتيف. فيلم لحد دلوقتي لسه شايف بوست من يومين على فيسبوك حد بقى بيطلع نظريه جديده ان ممكن عاشر يكون اصلا شخصيه في دماغ ابراهيم، اللي هو فيلم سيبك من الجو ده. أيوة. كلمني عن السينما يا كابتن نصار. نكلمك عن السينما. الفيلم فيه سينماتوجرافي، فيه ساوند تراك. الفيلم هو الديفينيشن بتاع ملحمه. الفيلم عندي شخصيات كلها مرسومه بشكل كويس، كلها دوافعها مرسومه بشكل كويس، عندي داينامكس معقده جدا ما بينهم، عندي قصه بنتكلم على ارك البطل. وما اعظم ارك ابراهيم الابيض من الداون اب اند داون اب اند داون اب اند داون كتير لحد اخر الفيلم. النهايه الشاعريه السوداء في نفس انت عارف الوقت. انا بيحزني قوي لما حد يبقى مش ملم بالسينما اكتر ويبقى بالنسبه له فيلم ابراهيم الابيض دوت تساله دي قصه ايه، يقول لك قصه تجار مخدرات. لا جماعه ابراهيم الابيض في مشهد من المشاهد، ممكن مشهد ما حدش بيقول قصه عشق. مشهد القطر. عامة باي مروان حامد وصف الفيلم الجمله اللي في الاول، في جمله كانت بتنزل في الفيلم بس بقول لك مثلا من المشاهد اللي ما حدش بياخد باله منها. مشهد القطر ده مشهد عباره عن واحده اللي هي هند صبري لابسه عبايه حمراء وشعرها منعكش، وواحد لابس فانيله تقريبا قط مقطعه، تمام، وفي قطر مظلم مهجور بالليل والمشهد شكله دافي انت فاهم احنا واصلين لمرحله ايه من ان الفيلم دي حاجه سينمائيه قوي. الناس مش تفهم قصدك فيها شويه، بس انا فهمت كان في ايه. بس اللي هو بيسموه في السينما اللي هو باي ذا واي ده تكنيك. لو حد عايز يعرف التكنيك ده مستخدم فين، التكنيك ده تم استخدامه هو في فيلم زي فيلم الجوكر الاخير لتود فيلبس، اللي هو بيسموه زي اجلي بيوتي حاجه كده، او الاجلي فريم، الاجلي بيوتي في الفريم، ما علينا يعني. مش فاكر الاسم بس فهمت كان فين. انا عايز اقول لك ده تكنيك ادفانس جدا وموجود في الفيلم بكثافه في 2008. بس عايز اقول لك على حاجه. ابراهيم الابيض هو قصه عشق. ايوه تمام. ما بقول لك الفريم ده في حد ذاته امبريشن عن الفيلم. قصه سيبك من الفريم، انسى بقى من الفريم ده نصار عشان فاكر خلص الكلام ده. ابراهيم الابيض هو قصه عشق، قصه اتنين في عالم
من اكشن ما يكون، وبيتم استعراض ده لينا بافضل الطرق الممكنه، مدى خشونه العالم، مدى المخاطر اللي حواليهم، مدى طبيعه شخصياتهم، كل حاجه. منهم راجل يعني المافيوسو الكبير تمام، ومنهم تقدر تقول الاسد، خلاص الاسد العجوز مفاسا سكار، وشبل صغير سيمبا، ده في عز قوته وطاقته وي وي وي، وده في عز سلطته وجبروته، والاتنين ما يقدرش عليهم غير عشقهم لمرا. انا بس اسف في اللفظ ده، اللفظ اللي اتقال في الفيلم، ايوه. عشقهم لمرا. وباي ذا واي الفيلم مقصوص في منه مشهد بتاع ساعه، في ساعه احنا مش مش شفناش. عايزين بقى نخش في خناقه باسم سمره مش لا لا عايزين لا نخش لا فيها. مش الخناقه دي، الساعه دي اللي انا عرفته ان فيها واحده من اهم القصص الفيلم، وهي باك ستوري عبد الملك زرزور شخصيا. سيبك من باكستر ماجد زرزور، عايز اتكلم عن الفيلم في نقطه معينه. نقطه العشق دي، لو عايز تفهم الفيلم اللي عامل ازاي، في مشهد لعبد الملك زرزور بكل جبروته وهو بيكتشفه بالاول، وهو بيمسك الناس نظره منه تخوفك انت وانت بتتفرج. وبعدين بتشوف مره متكئ على كرسي، شكله هزيل ضعفان، عامل زي الطفل بيعيط، وقاعد عامل كده لحد ما بيبدا يتفتح باب والنور بتخش عليه. هو قاعد كده ليه؟ علشان كان قبلها هند صبري حوريه واسمها عبقري للشخصيه، نختار اسامي العبقري للشخصيه حوريه. سابته ولما هربت وبتاع، فهو ضعف عشان يعني اتدمر عشان بس قصة العشق دي. لما رجع التاني وهي بتفتح الباب بيخش نور على وشه، بيبدأ مش شايف النور يبدأ يتعيد. انت فاكر المشهد ده بتكلم عليه؟ لما تخش وهي لابسه العبايه، بيقعد كده وبيوطي لتحت. المشهد عليه ده يا جماعه نازله كده. كسينماتوجرافي وتصوير مش طبيعي. ونرجع نتكلم في اهم نقطه من الابيض، ده احسن فيلم اتقدم في تاريخ السينما المصريه. يعني ارجيومنت هو من احسنهم كده كده طبعا، مع انه من اقلهم سكرين تايم، من اقلهم سكرين تايم، ودي حاجه من الحاجات الجامده يعني. بالنسبه لي تاني احسن اداء لاحمد السقا في مسيرته، وارجيوملي ممكن ناس تارجن ولا العكس، هو احسن من اداؤه في الجزيره. بس انا شايف ان هي خناقه قريبه قوي. هو احسن اداء في الجزيره. عندنا برضه بس هي قريبه فعلا. احنا برضه واحنا بنتكلم، احنا عندنا واحد من احسن اداءات عمرو واكد، عندنا واحد من افضل اداءات هند صبري، عندنا واحد عندنا اداءات مميزه صغيره كتير قوي ما حدش بيتكلم عنها. عندنا نضال شافعي عامل مشهد لذيذ. عندنا يا باشا ما فيش واحد في الفيلم ده مخيش، ما فيش واحد في الفيلم ده مخيش. عندنا سكور عظيم، عندنا لا فيلم، عندك سينماتوجرافي، عندك سكور، عندك تمثيل، عندك اخراج، عندك سرد، عندك علاقات شخصيات، عندك كل السرد في ابراهيم الابيض حلو قوي. وده في الاول في الاخر فيلم اللي بيزعلني منه، الفيلم ده فيه ساعه انا مش اتفرجت عليها وانا زعلان لحد دلوقتي. انا عايز الساعه على فضل. بحب ابراهيم الابيض كده. لستنا انا هقولها تاني بسرعه للناس وانت قلت رايك بسرعه. انا لستي من تحت لفوق، من فوق بقى لتحت. الاول افضل فيلم بالنسبه لي في 2010 هو ابراهيم الابيض، يليه بوحه في المركز الثاني، وفي المركز الثالث هي فوضى، في المركز الرابع الجزيره، في المركز الخامس الليمبي. وزي ما انتم شايفين كالعاده انا بميل قوي للكوميديا. انا لستي طبعا بادئه برضه من ابراهيم الابيض، بيتبعوا عسل اسود، بيتبعوا اسف على الازعاج، بيتبعوا سهر الليالي، ثم يتبعوا هي فوضى. وطبعا الخمسه اللي تحت اللي انت زعلان ان فيه، واضح ان انت زعلان في حاجات فيهم ما دخلوش، كانوا احكي يا شهرزاد. عايز اجيب اسمه تاني برضه، نحكي يا شهرزاد تجربه مميزه قوي. 6 7 8 تجربه عظيمه. الفرح تجربه مجمعه من احلى ما يكون. وكنت بفضل باي ذا واي الفرح ولا سهر الليالي اللي يخش، بس انا حسيت سهر الليالي تاثيره اكبر على البوب كلتشر ككل كفيلم مني في الالفينات. عمارة يعقوبيان تجربة لا يمكن أن ننكر وجودها في الألفينات، وطبعا فيلمي المفضل الأندر ريتد العالمي. آخر فيلمين عايز أجيب سيرتهم أونربل منشن، الليستة دي ما دخلوهاش كان نفسي يخشوها. عايزين بس أقول حاجة على الأونربل منشنز. احنا مش بنتكلم على الفيلمين دي من أحسن 10، احنا بنتكلم على الأفلام دي تستحق التقدير على المجهود والحاجات اللي عملت فيها. بالظبط، دي أفلام مميزة قوي. أنا عايز أقول ممكن أبدأ أنا في الأونربل منشنز. اتفضل. أنا أكتر فيلم شايفه هو مش أحسن يعني ما يخشش ال10، بس هو لازم يتقدر لان هو كانت تجربه جريئه جدا في وقته، تجربه ذكيه جدا في وقته. انطلاقه الثلاثي ورقه شفره، فيلم يستاهل يتقدر، فيلم فيه مخاطرات كتير، نوع الكوميديا جديده، الناس بتخبط في حاجه ما اتجربتش قبل كده، واسلوب كوميديا واسلوب حكي واسلوب كذا، يعني تجربه شبابيه. اتفرجنا عليه انا واصحابي من شهر مثلا ولا حاجه بالليل، لقينا فيلم لذيذ يعني استمتعنا. هو فيلم حلو ورقه قال لك مش عارف فايز احنا بقالنا ساعه بنلف وندور على سفاره فلسطين هي فين، وانا ارفض الاعتراف. يا جدعان اللي قال لك قلت له يا شربيني، انت عارف ان انت شربيني انا، بس المشكله
الافيهات لسه ريليفنت. احنا لحد دلوقتي ممكن لو بهزر مع واحد صاحبي وجيت نتكلم في حاجه فيها فلوس او يا حاجه. نهار اسود شواذ، يا نهار اسود شواذ. لا لا ده واحنا في برلين ده كان الافيه الرسمي بتاعنا، ما بين احنا كنا شقه فيها 6 ولاد، بس كان في افيه تاني برضه بيجي راندم مع اي حد بتكلم معاه بتاع طب 50,000 كل واحد فينا 50,000. طب مليون دولار كل واحد فينا مليون دولار. بهزر يا عم الحاج 50 زي ما انت يا جدعان. كان فيلم كوميديته ادفانس قوي على وقتها يعني، ويمكن جودته مع عوامل الخبره مع عوامل الكتابه حاجات كتير قوي ضعفت الفيلم من الناحيه الثانيه. بس برضه حتى تجربته وفكرتها جريئه يعني، ممكن اتفق معاك ان هو اونربل منشن. قول اونربل، اه قول اونربل منشن من عندك وسيب لي التاني هقوله بعديك على طول. الكاميرا فصلت يا رجاله. احنا كنا بنقول ان تاني اونربل منشن التاني كده وقت فراغ، واحنا من اميز التجارب بتاعت الفتره دي. تجربه لوكي جدا، تجربه برضو فيها حته الاصاله اللي موجوده في سهر الليالي بشكل اجرأ بكتير. تجربه مع انها تجربه سوداويه فيها افات حلوه قوي. قال لك قلنا مش عارف ايه ليه خد كورس فرنساوي بجد سينز بسيطه قوي، بس هي بالذات لو يمكن حد سن الجامعه لسه خلاص جامعه وكده الفيلم فيه حاجات ريليفنت كتير. انا بشوف ان اوقات فراغ تجربه مميزه قوي يعني. تستحق ان احنا نجيب سيرتها. تجربة تستحق الاحترام، وبرضه تجربة فيها مخاطرة كبيرة بعناصر شباب كتيرة، ويعني دي الحاجات اللي احنا بنفقدها، ان المخاطرة دلوقتي بقت قليلة شوية يعني. انا حاسس ان اودربل منشنز عندنا واقعين في نفس الحتة، اللي هو حتة الافلام اللي كان فيها ريسك. ما هي وطلعت تقدير حلوة لتجربة. هي يعني مش افلام عظيمة ككل، مش ما تخش تصارع على اللي احنا قلناهم، بس هي تقدير لتجربة. بالظبط. انت عندك اودربل منشن تاني صح؟ انا عندي واحد تاني وتاني. انا اونربل منشن مش تقدير لتجربه، لان هو ما فيهوش تجربه حقيقيه المره دي. يعني بلعب كل اللي قلته، بس هو فيلم يعني شويه تعداد صغيره فيه وشويه ريليفنسي يخش يقارع الناس اللي اتكلمنا فيهم دول، وهو امير الظلام. كان عندي كونتندر وما دخلش. امير الظلام من افضل افلام عادل امام بالنسبه لي. اوكي. مش يعني مش عادل امام يعني بعد 2000، عشان اكيد ما يخشش مع اللي ورا، عشان بس ما حدش يشتمني يقول لي دي اللي الجديده. بتكلم في الفئه دي يعني. امير الظلام يكسب الباقيين دول ما عدا علي سنجيه امنيه بصراحه. ما انا جاي لك في تاني اونربل منشن عندي، وهو مش تاني، هم زي ما تقول كده ايه 3 والتلاتة لسبب مختلف. بس انا عايز اجيب سيره التلاتة، عايز اجيب سيره خليل من الكوليسترول. هو بجد فيلم فيه مشاكل كتير جدا، بس هو تجربه. انت سرحت قوي. 3 ايه يا اسطى؟ اختار واحد كمل. ما انا هقول لك هي تجربه ليها برسبكتيف، فيعني ممكن لو في ناس لو شافتها ممكن تعجبها. وطبعا تجربه ملاكي اسكندريه بشوف ان هي برضه من تجارب الحقبه المميزه جدا. ممكن اكتفي من الاثنين دول بس. يعني ملاكي اسكندريه برضه من الحاجات فكره ان احنا نعمل دارك سينما ثريلر مش عارف ايه بتاع ممكن ازعق ممكن ازعق لو حد بياخد باله ممكن ازعق دلوقتي في المايك. جوائز الحناويك لافلام من 2000 ل 2010 يعني. ممكن نبتدي بالاكشن عشان متاكد ان انت اخترنا نفس الفيلم. غالبا احسن فيلم اكشن بالنسبه لك هو ايه يا اسطى؟ طبعا تيتو. سكه والله العظيم. لو انت عايز تجادل ان في فيلم اكشن في الفتره دي كفيلم تصنيفه اكشن، يعني عامل المقارنه الاساسي وان هو فيلم اكشن افضل من تيتو، قول لي عايز تقول ايه؟ الجزيره مش فيلم اكشن، بس انت عايز تصنفه كده صنفه. الجزيره فيلم دراما، لكن انا بتكلم على فيلم كان فيه محاوله لعمل ستانتس، كان فيلم قائم. مافيا فيلم اكشنز احسن من تيتو. لا مافيا فيه اكشن احسن من تيتو، بس تيتو فيلم احسن من مافيا. انا الشبح لا مش الشبح، كان اسمه ايه؟ مسجون ترانزيت. مسجون ترانزيت فيلم ما فيهوش اكشن اصلا غير في تسلسل واحد اساسا. هو في مشهد بيخش المركز. انا بحب مسجون ترانزيت جدا. هو الشبح انا متلخبط بين اثنين، بس ما علينا يعني. الشبح ما فيهوش برضه غير تسلسل واحد بس، اللي هو بتاع اغنيه بتاعت احمد سعد. لكن كفيلم اللور بتاعه باي ذا واي الجزيره فيلم ما فيهوش اكشن كتير، بس انا بتكلم على فيلم اللور بتاعه ان هو اكشن. يعني هو فيلم حرب في الاخر. ايوه تاني انا بتكلم على فيلم اللور بتاعه ان هو اكشن. هما فيلمين في الايرا دي، هما مافيا وتيتو. هما الفيلمين، وطبعا في كام فيلم تاني بس بتكلم على فيلمين كويسين، هما مافيا وتيتو. انا لما احطهم جنب بعض انا بحب فيلم مافيا جدا، بس انا بشوف ان فيلم تيتو كتجربه متكامله برضو هو قدم اكشن كويس قوي، وفي نفس الوقت حاول يقدم ستانس جديد على السينما المصريه، فانا مختار تيتو. الناس هتشتمني بحب فيلم تيتو، بس انا اختار مافيا عليه. فيلم تيتو من الافلام اللي انا شايفها برضو خدت اكبر من حجمها، زي اسف على الازعاج كده، شايفهم خدوا اكبر من حجمهم. انا تيتو اصلا تيتو برضو فيلم اول مره اشوفه كان الفتره اللي فاتت.
اساسا. بس طيب انا احسن يلا احسن فيلم كوميدي، انت عارف انا اقول ايه اكيد، انا بوحه يا جماعه. انا عندي رانر وعندي كسبان. الرانر عندي هو طبعا عريس من جهه امنيه. ما قدرتش. عريس من جهه امنيه احسن من عريس من جهه امنيه، اصلا النص التاني فيه ما فيهوش كوميديا تقريبا. انا عريس من جهه امنيه، بس دي حاجه شخصيه شويه. عريس من جهه امنيه بيهلكني ضحك، ما اعرفش ليه بس هو بعد ما بيتجوزوا بيهلكك ضحك. انا بيهلكني ضحك وهو قبل ما يتجوز. بص بعد ما بيتجوزوا بيهلكك ضحك. هم الرانرز عندي كانوا اتنين: العريس من جهه امنيه واللي بالي بالك. وهو عندي كونتندر واحد اللي قدر ياخد الليله كلها بتاعت احسن فيلم كوميدي: لا تراجع ولا استسلام، رائعه احمد مكي وماجد الكدواني. انت شايف لا تراجع ولا استسلام فيلم كوميدي احسن من الليمبي واللي بالي بالك وبوحه وغبي منه فيه؟ انا بتكلم على فيلم كوميدي مش سكتش كوميدي. هو فيلم، ما انا بتكلم عن هم دول سكتشات. لا مش احنا هنعبط. انا هم دول سكتشات. طب انا ما بحبش غبي منه فيه عشان انا بقى رسمت نفسي من البدايه. بس خلاص استنى سايكو قصها شورت تنزل. ايه بس استنى بقى. بس يعني انا عايز انا هنزله وهعمل له اعلان. ايه رايك؟ انا عايز انت ارائك الشاذه. انت اديتنا فرصه دلوقتي ان احنا سريعا كده نكرم الكام تجربه العظيمه اللي عملهم هاني رمزي في الفتره دي، اللي هم بالنسبه لي عايز حقي، وصراحه ايه تاني، زازا تجربه لذيذه. عايز حقي عامه. انا عايز اكرم عايز حقي فيلم اندر ريتد قوي. عايز حقي جواز بقرار جمهوري. ايوه محامي خلع. جواز بقرار جمهوري. خلع. بس نمس بوند لا وحش. لا ما بحبش نمس بوند، بس انا عايز حقي ده فيلم بقدره قوي يعني، فيلم اندر ريتد. بس معايا من عايز حقي. انا عايز اتكلم عن هاني رمزي. كويس انك قلت انا عايز اتكلم عن هاني رمزي. تعال نخليه في حته الممثلين. بس انا عايز اتكلم عن نقطه صغيره قوي في ليه. انا بشوف ان ده استسلام فيلم متكامل يعني، من الافلام اللي كانت تخش التوب 10 اللي طب فاتت. استنى انت فتحت هاني رمزي، خلينا نقفله بسرعه ولا انت عندك حاجه قدام ليه؟ ما احنا هنخش على ممثل ودراما دلوقتي، فاحنا هنخش على الدراما انت وبعدين عندك هاني رمزي يعني تحت. لا بس يعني هندبيت في طب حته. نقفله فتحنا سيرته خلاص خش. هاني رمزي يا جماعه بيقدم نوع من انواع الكوميديا الاجتماعيه السياسيه، ودي كوميديا ما اتقدمتش كتير في مصر غير في مسرحيات محمد صبحي بشكل ما، وفي بعض افلام محمد صبحي. اتقدمت قبل كده قبل التسعينات، ولكن بعد الالفينات هو الوحيد اللي قدمها. مش الوحيد، في محاولات كتيره، بس هو اكتر حد قدمها. هو افضل من قدمها. افضل من قدم الكوميديا الاجتماعيه السياسيه. انت بتخش تتفرج على الفيلم، لو انت مش شخص يعني محنك مش تاخد بالك ان في هنا حاجات سياسيه كتير وحاجات ونقد سياسي نافع للحكومه وللبلد وي. ولكن يعني انا رمزي انا بقدره جدا، لانه الوحيد اللي كان بيحب يلعب في الحته دي، وبيلعب على الايحاءات الجنسيه برضه في افيهاته، وما كانتش بتضايقني. يعني 2 سم ده افيه كل شويه بضحك. 2 سم هو ايه اللي 2 سم كل شويه بضحك. لا انت انا ممكن اقول لك بقى ان في سيكونس قذر بس هو بيضحك قوي، بتاع الميدان بتاع فيلم زازا. انا ما بحبش فيلم زازا. بس يبقى يوتيوب سيرش السيكونس بتاع الميدان لما كان بيقول له جربتها فين، جربتها في الميدان. يعني مش هتكلم لا انا بحب. بس هو السيكونس بيهلك من الضحك. انت عارف لازم نتعلم هاني رمزي عشان انا عايز احلل حته الكوميديا بتاعته دي، لان نفس اللعبه اللي لعبها بتاعت في محسن في بتاع اصحابي كلهم رجاله. ايوه نفس اللعبه اللي لعبها في غبي منه فيه، ونفس اللعبه اللي لعبها بص اللعبه دي لعبه سوء التفاهم. هاني رمزي لعبها كتير قوي، بس هو وصل للبيك بتاعها في يمكن اقل فيلم من افلامه وهو زازا، او واحد من اقله. يعني المشهد بتاع الميدان ده من البيكس، المشهد ده مهلك من الضحك، بس هو كان من اقل افلامه في المشهد ده ما اتشافش كتير. انا مش عايز اطول بس في هاني رمزي لان انا عندي مشكله ان انا خايف موبايلي يفصل ولسه قدامي خايف انسى الحاجه. فايه تعالى. انا بس عايز اقول ان افضل فيلم هاني رمزي الفتره دي بالنسبه لي هو طبعا عايز حقي. انا بشوف ان هو كان احسنهم، وعايزين نخش على الجائزه اللي بعدها ان هي مهمه جدا. يا اسطى عايز حق احسن من غبي منه فيه يا اسطى. والله العظيم فيلم عايز حقي كفيلم. غبي منه فيه ده عباره عن شويه سكتشات كوميديه قصها انا ما بضحكش. ببص فيلم غبي منه فيه بقى مشكلته فين؟ انت مش منه الكوميديا مفيش فيلم، وانا كوميديته ما جاتش معايا سكاوي، فخلاص انت اتعدمت بالنسبه لي من الاخر. والكوميديا حاجه فيها حته نسبيه في الاخر يعني. انت عايز فيلم كوميدي بالنسبه لك لا تراجع ولا استسلام؟ لان هو توليفه كامله متكامله حلوه قوي من كل حاجه بقى، من قصه واخراج وكل حاجه. لا تراجع ولا استسلام عظيم يعني. انا ما دخلتوش التوب 10 عشان هديله الجايزه دي. طيب نعدي الجايزه الجايه بسرعه. احسن فيلم دراما الفرح. والكونتندر ابراهيم الابيض. ابراهيم الابيض اديته احسن فيلم. خلاص انا قلت ادي فرص لبعض الشباب التانية تلعب يعني.
ما انا مش جاي، احنا مش اوسكارز، احنا مش جايين نكرم الفنانات. كدراما بتكلم عن دراما مين شخصيه. احسن الفرح؟ مين احسن الفرح ولا ابراهيم الابيض كدراما؟ في سكشن الدراما الفرح. الفرح عنده الصهالو. الفرح عنده يا حبي، طب افهم فكره وجهه النظر. الفرح عنده دراما متنوعه جدا. ده احنا انت كنا بنتكلم على 8 شخصيات في سهر الليالي، انت عندك كام شخصيه بتتخانق في الفرح؟ كلام جميل. تجربة رسم الطريق لأفلام جت بعديها زي 200 جنيه والجو ده كله ومحاولات. وهو افضلهم حتى كباريه الفرح احسن هو أفضلهم. هو أفضلهم. خليك بس دراما إبراهيم الأبيض. كمل. يا بص، انا مش عايز اقاوح قوي في الحته دي، يعني عادي ممكن اتفق معاك ان دراما ابراهيم الابيض احسن، بس انا عايز ادي الجايزه دي في فيلم الفرح لان هو فيلم قائم على حته الدراما وقدم فيها شغل كويس قوي. نصار قام يجيب الشاحن يا جدعان، معلش احنا اسفين. بس صوتي طالع فتمام يعني. الرانر باي ذا احسن واي، اندر دوج. الرانر اللي كان ورا ما انت مش كل مره تقول لي رانر، ما بقتش جوايز. اصل درامت لا يا صاحبي، اختار واحد وخلاص، مش كل شويه نخش رانر. ما هو مش كان نعمل جايزتين بقى؟ الو، موبايله فيا دي الليله. نصار حبيب قلبي موبايله فاصل غالبا، هو بيتكلم الناحيه التانيه وانا مش سامعه من مصر. انا بتكلم يعني، هو ممكن يكون بيقول اي حاجه هتبقى في الفيديو انت هتسمعوها، انا مش هسمعها. احنا بنتكلم على بعض غالبا دلوقتي. سايكو لو بنتكلم على بعض قصته هو سيب صوتنا اللي طالع. صاحب القناه باشا، صاحب القناه، مايكي وكاميرتي وحاجاتي. انتوا عاملين ايه؟ بيقول لك غير انه في فيلم ما بيحبوش، وعسل اسود التاني يعني زي عسل اسود احسن من الجزيره وبوحه والليمبي واللي بالك. معلش اضطرينا نقطع لسبب تقني. طب عايز اشوفك. لا ما خلاص بقى، انا ابص في الكاميرا من دلوقتي، الموبايل بيشحن جنبي. بص الموبايل انت هنا فاهم؟ لا بص عند ايدي كده، هتشوف في الفوتج انت فين، انا هنا. ماشي. الرانر اللي كنت انا بص اصلا عايز اكرم اكبر كميه من الافلام في الفيديو ده. الرانر اللي كنت عايز اكرمه هو احكي يا شهرزاد. يا اسطى ما هو كده مفيش بوينت للجوائز والله، ما نص افلام حلوه. لا يا اسطى مفيش رانر مفيش رانرز. انا بقول رانر مفيش رانرز. كان جاي بس سبقوا الفرح، انا الجايزه للفرح. بعد اذنك مفيش رانرز. بعد كده تختار واحد وتقولت. ماشي، ما انا اونينج الفرح، انا بقول اللي كان وراه. طب يا سيدي ماشي، اللي كان مرشح. يا سيدي حقك عليا. يلا اللي بعده اندر دوج. احسن اكتر فيلم اندر ريتد. طيب انا اديتك الدقيقتين بتوعك بتوع بوحه كاملين مكملين. ما بسمعش نفس. انا عايز صمت. سمعنا حدوته الكابتن مالك، اتفضل. انا سايب الجايزه دي صممت عليها اصلا، بس ما كان في حاجه واقفه. انا الجايزه دي لو انت فاكر انا صممت. سمعنا حدوته الكابتن مالك. ماشي، اللي هيشوف البتاع يشوف حاجات وهي بتقع. ماشي، انا صممت على الجايزه دي مخصوص عشان الفيلم ده، وهو ببساطه الفيلم اللي على شرفه فكره الفيديو كلها بالنسبه لي، وهو فيلم العالمي ليوسف الشريف. فيلم العالمي بالنسبه لي هو فيلم نزل في 2009. انا لما شفته وانا صغير كرهته جدا، انا ما فهمتش اي حاجه غير ان في بطل بيعاني قدامي عايز يلعب كوره، مش فاهم اي حاجه من اللي بيحصل. وده امبريشن لما كبرت عرفت انه كان موجود عند ناس كتير جدا، موجود عندهم لحد النهارده. لان الفيلم كان بيحاول يحكي بناراتيف كان جديد وقتها، كان نزل في سنه سينمائيا كومبتيتيف جدا. باي ذا واي نزل في السنه بتاعه الفرح وعمر وسلمى وحاجات تانية، كانت سنه خنيقه عليه يعني، فكان اقلهم في الايرادات او من اقلهم في الايرادات. لما نرجع نتفرج على فيلم العالمي مره تانية، فيلم العالمي فيلم فيه اداء مقبول جدا من يوسف الشريف، في واحد من احسن اداءات صلاح عبد الله، في قصه بطل بتعدي على ارك انا بالنسبه لي بشوفه قريب جدا من الارك بتاع شاوشانك ريدمشن، اللي هو اب اند داون بعدين في سلامب بعدين ممكن يبتدي يقوم تاني. انا بحب التيرن ده جدا. البطل بتاعنا عنده انترنال كونفليكت، الاكسترنال كونفليكت يمكن هو اللي اتظلم شويه، بس الفيلم رجع تاني قدم اكسترنال كونفليكت في نهايه الفيلم، مش عايز احرق اكتر من كده، فادى الفيلم زقه تانية مختلفه. الفيلم فيه سكور عظيم، في واحده من الاغاني اللي بتستخدم لحد النهارده. فيلم حتى الناس اللي ما فهمتوش بترفرنس منه لشعور البطل، حتى يمكن ما شفتوش غير وهي صغيره او مش فاهمه الفيلم بيتكلم عن ايه. فيلم عالمي، مش بقول ان هو من اعظم افلام السينما، بس هو من اكتر الافلام المفضله بالنسبه لي كشخص، ودي بالنسبه لي حاجتين مختلفتين، الفيلم العظيم والفيلم المفضل. ده من 3-4 افلام اللي شفتهم اكتر من 3-4 مرات في حياتي. فانا حبيت ان انا اكرم فيلم زي العالمي، واي حد ما اتفرجش على الفيلم او فاكر ان ده فيلم هو ما فهموش او حاجه زي كده، ارشح بشده
انت تروح تتفرج على الفيلم العالمي بتاع يوسف الشريف. باي ذا واي هو موجود على نتفليكس، بس ده اللي عايز اقوله عن الفيلم العالمي. يعني انا كنت متخيل انت تاخد اكتر من كده، الحمد لله. لا، بس انت لا. خد بالك، انا مشكله عندي اه. مشكله عندي ان انا حتى مش شايفك، فانا قاعد انا كنت بلعب مع باتمان. انت شوف كنت بعمل ايه، كنت بعمل حاجه لا غريبه مش يعني. شايفك، بس ما علينا. طيب انت انا الاندر دوج بتاعي مش هاخد اكتر من 30 سنه يا جدعان. اه يعني حرب ايطاليا، انا بعشق فيلم حرب ايطاليا. اوكي نايس انا بحب حرب ايطاليا. بكوختي يا بكوختي، فيلم حرب ايطاليا فيلم الدراما فيه كويسه، مش ايه. احسن حاجه. يعني في كام حته كده، يعني مش اكشن قوي، يعني مش اكشن اصلا، بس ممكن يعني ممكن اقول ان هو بوب كورن موفي مثالي في بوب وقتها. كورن موفي مثالي. فيلم حرب ايطاليا لحد دلوقتي ممكن افتحه دلوقتي اتفرج عليه. خالد صالح، اللعبه كبرت منك يا ياسين. وفيلم فيه مايند آه جيم لذيذه كده، حتى مش اللي هي بلو يور مايند، بس حلوه. فيلم نايس. حرب ايطاليا فيلم اندر ريتد جدا بجد، لازم تشوفوه، فيلم كويس جدا بالنسبه لي. يعني انا بتضايق قوي لما الاقي ناس عارفه او بتحب تيمور شفيقة اكتر. فيلم تيمور شفيقة زي فيلم سيء، مش عادي، سيء، بس ما علينا يعني. كومبيرد بحرب فيلم ايطاليا، حرب حرب ايطاليا ايطاليا فيلم افضل بشويه حلوين، وما خدش نفس الصخب بتاع بقيه افلام احمد السقا بتاعت المرحله. بالعكس هو متضايق. اوح، وده ده امم اللي مضايقني، هو ده امم ان هو ما خدش الصخب ده. وهو فيلم فعلا حلو. اللعبه كبرت منك يا ياسين دي من احلى الجمل اللي انا بحبها في هو السينما. اللعبه هو كبرت منك، الجمله اللي بستخدمها. اللي عايش منه لحد دلوقتي هو الميم بتاع اللعبه كبرت منك يا ياسين. هو ده الحاجه اللي هو مش كملت من الفيلم لحد النهارده، كملت بشكل مكثف يعني. هو الميم ده. والحته بتاعت لما دخل لها مقتوله وراح عامل له ايديه كده. لا بس قصدي ان والتويستايه اللي في الاخر، خد الميم. بالك فين في تويستايه حلوه في الاخر ايوه وانت مش ما شايفها. بقول لك انا مش ضد حاجه، انا بقول لك هو بس الحاجه اللي كملت قوي من الفيلم اللي هو مين ستريم اي حد عارفها. لو انت كلمت حد قلت له فيلم محاربه ايطاليا يقول لك ما اعرفوش، قلت له اللعبه كبرت منك يا ياسين، والمزيكا بتاعته حلوه. انا قصدي لو انت دلوقتي بتكلم حد ما شافش الفيلم ما يعرفش، قلت له فاهم فيلم فاهم، حرب ايطاليا يقول لك هيعرف الافيه والله بس فاهم. هو عارف اللعبه كبرت منك يا ياسين. يا اسطى، والمزيكا بتاعت فيلم حرب ايطاليا حلوه، مش عارف تفتكر ولا ليا تن تن مش عارف تفتكرها ولا لا. انا شايفه من قريب، حاسس ان هي بترن في وداني خفيف، بس هو انا معاك ان هو اندر دوج يعني. بمناسبه الكلام عن المزيكا، ايه احسن ثيم بالنسبه لك في الايرا؟ بص بقى احنا ثيم، ثانيه عايز اوضح للناس حاجه. ثيم احنا بنتكلم عن موسيقى تصويريه، فيلم، مش اغنيه، ومش موسيقى تصويريه بس، هي موسيقى. يعني اه حاجه زي بتاعت حرب ايطاليا بنتكلم فيها. الاغنيه حاجه، احنا عندنا اغنيه وعندنا ثيم. ايه احسن بالظبط. ثيم؟ ما انا بس عايز اوضح حاجه قبل ما نقول دي يا جماعه. انا مش موسيقار، شباب مش موسيقار. يمكن واحنا بنتكلم عن الافلام ممكن نفصص قوي في حاجات تكنيكال مش عارف ايه بتاع. في الموسيقى احنا بنتكلم اعتقد من زاويتين، هي زاويه التفضيل الشخصي وكل المزيكا دي عاشت او لايقه على الفيلم. دي الزوايا اللي اعتقد واثرت عليا في مشاعري قد ايه. بالظبط. دي زي اللي بحكم بيها. يعني زي ما تقول كده هي زاويه متفرج مش زاويه حد ناقد بشكل واضح. الموسيقى دي انا عايز اقولها بشكل واضح، الموسيقى دي باستخدامها في الوضع ده في الفيلم دوت، كانت المفروض المخرج بيستخدمها عشان يوصل لي مشاعر عامله ازاي، ونجحت توصل لي المشاعر دي وتحسسني بالشعور ده، سواء بقى فرح او قلق او من حزن أو أيا الاخر كان، لأي بنتكلم درجه. من زاويه الفيلم مش من زاويه الموسيقار، لان لو حد دارس موسيقى او حاجه فاللي هو لا يا جماعه ده موسيقى فيلم كذا دي بتاع، والله يا ابني ما نقدرش نجادل انا معاك. بتكلم فيلم، انا بتكلم سينما. ما نقدرش نجادل معاك اصلا عشان احنا مش نبقى يعني فاهم ايه، قول لنا بس احنا يعني مش حتتنا يعني. بس انا بالنسبه لي برضو بعد بعض المفضلات لقيت ان هتبقى مزيكا فيلم العالمي طبعا بجميع ريمكساتها بدأت تفهم خالص. تسمح لي اقول لك انك راجل يعني ايه انت بس يا اسطى. لا والله العظيم المزيكا بتاعت فيلم العالمي عظيمه فيلم العالمي مزيكته، ايوه فيلم العالمي مزيكته أيوة. احسن من مزيكة عريس من جهة امنية. دي وقعت مني بس ايه الرزاله اللي انت فيها دي؟ وعادل امام خارج بيتفرج عليها في الفرح، اصل وبعد كده انا مش عارف ازاي وقعت مني، بس احنا بنتكلم على مزيكتين من المفضلين بالنسبه لي، بس انا هختار العالمي لسبب واحد بس. انك بتعند. لا والله العظيم انا ممكن دلوقتي بص تعالى نعملها لايف وهتشوفها في البتاع. احنا هنفتح دلوقتي انغامي اوت اوف نو وير كده. انا يا جماعه هعملها يا ابني مصدقك والله ابدا. مصدقك. ادي احنا اهو هنيجي هنا كده عند سوري، نيجي عند الريسنتلي بلايد عندي، هنلاقي وانا في الجيم الحاجات من البلاي ليست بتاعت العالمي بسمعها اوتوماتيك. انا بسمع يعني فاهم، هي البلاي ليست الوحيده اللي بسمعها من افلام هي بلاي ليست العالمي وبلاي ليست انترستيلر. دول اكتر اتنين بلاي ليست افلام انت بتحب فيلم العالمي؟ انا بسالك سؤال، مزيكا لا ما بحب ما هي ايوه لا هي انت ما شفتش الفيلم ريسنتلي فانت مش عارف، بس بجد نفسي تسيبني اكمل السؤال، اتفضل. يعني والله العظيم عشان الناس تعرف اسالك اقول لك ايه حتى. اتفضل يا اخي انطلق. مزيكا العالمي، الشعور اللي كان عايز توصله لك وصلته لك
بنجاح اكتر من نجاح موسيقى عريس من جهه امنيه وعادل امام خارج في فرح بنته بعد ما كل محاولاته انها ما تبعدش عنه فشلت وبيتفرج عليها وهي في الكوشه. يا راجل ده انا مش ساعات مش بدمع من المزيكا وبتفرج على عادل مش امام. مش مش عايز احطهم في المقارنه دي لسبب، لان احنا بنتكلم على تو جانرز مختلفين، استخدامين مختلفين جدا للمزيكا. بس في المشاهد اللي اتطلب من، اصلا انت دلوقتي بتقارن لي مزيكا فيلم بمزيكا فيلم في مشهد، فاهم قصدي؟ بس لو هقول لك في المشاهد الكي في فيلم العالمي، هل المزيكا وصلت اللي كان المفروض توصله؟ وصلته زياده وزياده قوي كمان، فاهم ازاي؟ سؤالي واضح، اكتر من اللي عملته فيك مزيكا عريس من جهه امنيه، رد على السؤال. فيما طلب منها في فيلم العالمي عملت شغلها وزياده، ممكن اقول اكتر او اقل، ما اعرفش. بس شغلها ده يا باشا خلاص اجري تسجري يعني والله الناس هتشطفك يعني والله الناس هتشطفك يا عم. انا لو على فكره لو هحط مركز تاني كان عندي حاجه بس هغيرها بعريس من جهه منين، لان عريس من جهه منين انت كان عندك المركز الثاني، انا عايز اعرف تيتو ولا لا مش تيتو، كان عندي تيتو باي ذا واي من الكونتندرز، بس انا تيتو عندي مشكله معاها ان هي بحسها اوفر ريتد شويه، لفكره ان الناس بس اللي هو ايه، اصل هشام نزيه عملها من غير ما يشوف الفيلم، فالحته دي بتديها عارف اللي هو ايه المركز الثاني؟ طيب بس استنى عشان ما نسرحش، ايه المركز الثاني بسرعه؟ ايه ده مسحته، انا مش فاكر مسحته اصلا سوري. طيب يلا ابدا يلا. كنت شلته بس انا ممكن اديكوا شايفين اللي انا بتعامل معاه. سوري كان عندي ايه، كان في انا عديت على كذا ساوند تراك معي، بس السكور هو اللي عندي فيه حوارات كتير بقى. انا على فكره لو هيبقى في كونتندر سوري في في السونج قصدي، مش في السكور. في السكور لو في حاجه اكتر حاجه حاضره في دماغي مزيكه الرئيس عمر حرب. مش حاضره دماغي الصراحه عشان ما اكذبش عليك. ماشي بس ممكن نخش احسن اغنيه. بص بقى هنا بقى في حوار، انت عندك دي فترة بالنسبة لي من أحسن الفترات اللي كان فيها أغاني أفلام. أنت عندك مثلا فيلم سوري أغنية اللي اسمه سألت نفسي كتير بتاعت فيلم الشبح، متوظفة في مشهد حلو قوي. عندك طبعا أغنية اللي كانت موجودة في فيلم تيتو الحكاية ما بتنتهيش. عندك بسم الله الرحمن الرحيم. عندك انا هقوم اكسر البودكاست لما قلتش اللي في دماغي، والله هقوم اكسر على هقوم هاجي لك مصر اكسر عليك استنى بس انا بحاول دلوقتي اعدي بس عشان كان في 7 8 اسامي في دماغي جامدين قوي، عايز اسلم على كام واحد فيهم وانا ماشي. كان في فيلم مثلا مش من الافلام العظيمه بس فيلم اعز اصحاب، الاغنيه بتاعت اعز اصحاب بتاعت قول الكسبان بتاعك، انت مش جاي تراضي الكل، قول الكسبان. الكسبان بتاعي هي الاغنيه اللي خرجت من الفيلم وتحولت الى بوب كلتشر وبقت الخاتمه بتاعت كل الافراح، هي طبعا سهر الليل. كان عندنا طاحون على المي. اقبل انك تختارها. الاغنيه دي اسمح لك، عايز اقول انا ليه اخترت سهر الليالي تحديدا، مع ان فعلا ده بجد انا عايز اقول لك ان دي اكتر حته وقفت فيها وانا مختار. انا كنت مختار كذا حاجه قبلها وقعدت ابدل ما بينهم كتير، باي ذا واي منهم مثلا اغنيه طول الشمس بايدك بتاعت فيلم العالمي. لا خش بقى خش كمل كلمه، ما تفضلش تقول رانر ابس. سوري ليه بقى وقفت عن سهر الليالي؟ مبدئيا سهر الليالي خرجت من كونها مجرد اغنيه في فيلم ان هي بقت بوب كلتشر. انت الافراح في مصر بتخلص بسهر الليالي، تمام؟ زي تاني حاجه توظيفها في حد ذاته في الفيلم، في مشهد وهم في العربيه او حد فيهم بيدندن ومره واحده كان عندنا طاحون بيغنوا مع بعض، التوظيف في الفيلم عظيم. الاغنيه لما بسمعها بحس باحساس مش عارف ليه بس هو بيقربني من احساس فيلم سهر الليالي، فهي خدمه الدراما بشكل كويس، خدمه الفيلم بشكل كويس، وفي الاخر دي اغنيه خرجت من الفيلم بقت بوب كلتشر، دي بقت جزء من الثقافه المصريه، فتاثير سهر الليالي اكبر من فيلم سهر الليالي نفسه. بس تمام. انا دي انا عندي كونتندر، انا ما بقبلش النقاش، انا الكسبان عندي ما بقبلش النقاش فيه بصراحه، بس اقبل النقاش فيه لو هتقولي سهر الليل، دي الحاجه الوحيده عشان تعرف بس ان انا دي الاغنيه الوحيده اللي تقبل اللي انا اقبل ان حد يقول ان هي احسن من اللي انا هقوله. ما انا عايز اعرف مين ولكن هي مش معناها ان هي احسن. اعظم اغنيه في الوجود، اعظم اغنيه في الكون، الاغنيه اللي بتحطها على حياتك النور مكانها في الهدوء. او انا ايوه يا كابتن، ايوه يا كابتن، هي دي ما انا عايز اقول لك، عايز افتكر الاسامي اللي في دماغي. النور مكانها في القلوب كانت كسبانه عندي لمده ساعتين قبل ما اغيرها مثلا. يا كابتن يا تكون قد الحياه يا ابني يا تعيش وحيد وسط ما هو بقول لك ده كان اختيار صعب ليه، لان انت عندك والله ما بهزر النور مكانه في القلوب توظيفها عظيم في خد بالك انت بتسمع الاغنيه دي، انت بتسمع الكلمات دي، انت عارف ان انا لو فتحت نفس البلاي ليست هتلاقيها عندي في الريسنس بس عندي. اسمعني بس انت بتسمع الكلمات دي، اسمعني ونام ما تقطعنيش، تسمع الكلمات دي بالالحان بتاعتها بالكلمات بتاعتها، ان هي الكلمات ما علينا، بصوت مدحت صالح، وانت شايف قدامك عادل امام. في ايه تاني يا كابتن في الدنيا؟ انا بشوف سواد وده بحسه دايما عادل قدامك. عارف ليه؟ عادل امام يا كابتن.
انا عايز انت شايف عادل، انت سامع ده مدحت صالح على عادل امام. انا عايز اوجه رساله لمحمود مهدي لاي سبب من الاسباب، لو حد بعت له الكليب ده او حاجه، اتمنى تعمل دور 16 لاحسن 10 افلام خربتك يا عم. احسن سوري احسن فيلم، سوري احسن اغنيه الفيلم، ويعني ممكن تستضيفنا معاك. بس حقيقي يخرب بيتك، ايه يخرب ده؟ بيتك. هو عمل سكور، هو عمل سكور ولا عمل؟ لا كانت سكور، ما عملش دي، ما عملش احسن اغنيه. كانت سكور اوكي. انا بقى عايز احسن اغنيه، لان فعلا لو فكرنا زي ما بقول لك الكونتندرز التقال، يعني مثلا باي ذا لا في كتير على فكره. اغنيه فيلم كتير. اغنيه بتاعت احمد سعد بتاعت سالت نفسي كتير، التوظيف بتاعها في المشهد، وكون مشهد الاكشن بيسكليت وينزل معاها برضه شغل المونتير وبتاع الميكساج معاها، خلى التوظيف بتاعها عبقري مش طبيعي في فيلم الشبح. فلا هي كونتندرز كتير، بس انا اتفق معاك ان ممكن يكون اغلب اتنين هم النور ما كانوا في القلوب. الغناء العظيم بتاع مدحت صالح، مع ان انت فعلا بتفتكر فيلم زي ده، الميكس اللي ما بينهم، التوليفه دي عظيمه، وطبعا سهر الليالي لان هي بوب كلتشر يعني. طب اسمح لي اقول لك انك بتسرح جدا، خلينا نتحرك لان احنا هنطول قوي كده على الناس. لا ماشي؟ خالص. حاول ما تسرحش. احنا دلوقتي داخلين على جايزه اللي انا جاي اعمل فيها خناقه بالنسبه لي، احسن ممثل. ايه ده؟ لا استنى، في حاجتين اللي احسن ممثل. إيه؟ ايه اوحش تجربه؟ طبعا فيلم علقة موت. اوحش تجربه فيلم علقة موت. اوحش يا ابني. طب اكمل للناس طب الجمله. احنا بنتكلم عن اوحش تجربه سينمائيه، تمام؟ يعني مش اوحش فيلم، في افلام كتير وحشه جدا، بس اوحش اي فيلم انت اتفرجت عليه وكنت عايز يعني فاهم تطلع عينك من مكانها من كتر ما انت كنت متضايق. فيلم علقة موت. انا عمر وسلمى 2. اوكي. عمر وسلمى 2. عمر وسلمى 2 ممثلي عارف المفضل تامر حسني. لو عمر وسلمى 3 كان هو في الإيرا دي عمر وسلمى 3 لا كان يخش عمر وسلمى 3 يناكف معايا. فيلم المفضل. انا عمر وسلمى 3 لا هقول لك حاجه، يخانق علقة موت على المركز ده. اسمعني، عمر وسلمى 3 هو فيلمي المفضل لانه بطولة ممثلي المفضل تامر حسني، اخراج مخرجي المفضل محمد سامي. طب يلا نمشي من الحته الوحشه دي، عشان احنا كنا في حته حلوه. احنا كنا في حته حلوه قوي، احنا كنا في سهر الليالي والنور ما كانوا في القلوب وبتاع، كانت الدنيا جميله. يعني شوف الدنيا يا حبه فوق وحبه تحت. انا عايز اروح لاحسن ممثل. انا بجد اخترت حاجه انا حاسس ان انا غلطان فيها، بس مش بجد انا مقتنع باللي انا هقوله. مين احسن ممثل عندك؟ انا بص، بعد ما عديت على انا برضو من الحاجات اللي طولت فيها، عديت على افلام كتير قوي، كل الممثلين لهم حاجات حلوه وحاجات وحشه، وممثل واحد بس اللي موجود في كولكشن كبير قوي، بالذات من افلام التوب 10 عندي وعندك، وكل اداءاته عظيمه. خالد صالح. قول. خالد صالح. ايه؟ انا غبي انا ما فكرتش في خالد صالح. الله يرحمه. طب لو بس يا جماعه لو حد يعني يقرا خالد صالح الفاتحه الله يرحمه. انت ايه اخترت؟ انت اخترت مين في الإيرا دي ممكن يكون عدى خالد صالح؟ دي فترتك. هو انا بس لا انا هقول حاجه، انا اخترت احمد السقا عشان ما جاش دماغي خالد صالح، مش اكتر من كده. احمد السقا عمل احسن دورين في كاريره في الفتره دي، بس خالد صالح ما عشان كده احمد السقا بالنسبه لي الجزيره، وعملت الجزيره. انت لو فاكر انا سالتك احنا بنتكلم عن احسن ممثل عامه ولا احسن ممثل بطوله؟ عشان كده انت عشان كده سالت السؤال ده. عشان انا جيت عند البطوله، عشان من الاخر ما فيش حد من الليد اكترز كان كونسيستنت على مجموعه كبيره جدا من الاداءات العظيمه في الفتره دي. يعني يمكن فعلا نتكلم عن اكتر واحد كان السقا فعلا. فلا خالد صالح هو الوحيد اللي موجود. تعالى بقى في الرصه اللي احنا رصيناها دي، خالد صالح موجود فيها فوضى، موجود في اريدو سوري، موجود في محامي خلع، موجود في رئيس عمر حرب، موجود في محامي خلع، موجود في تيتو، موجود عنده المشهد بتاع المحكمه بتاع 64 ليه 64 كفايه صراحه كفايه. موجود في حرب ايطاليا، موجود في تيتو. وكل دي اداءات. انا بابا يالا. وكل دي اداءات حلوه قوي، ما فيهمش اداء واحد اقل من العظيم، يعني ما فيهمش اداء وحش متوسط، اداء واحد متوسط، فاهم؟ خالد صالح رئيس عمر حرب بجد يا جماعه اللي مش عارف فين رئيس عمر حرب، مش عايز احرق ولا هحرق وخلاص. لا ما تحرقش عشان هي حلوه قوي اللي يتفرج على الفيلم. يا جماعه شوفوا فيلم جماعه، ما علينا. خالد صالح الله يرحمه، للاسف احنا ما خدناش منه اكتر من كده بكتير، ودي حاجه تزعل. فتره الالفينات ل 2010 هي الفتره الذهبيه بتاعته، اللي قدم فيها ادوار مش كتيره وسكرين تايم مش كبير. هو ما عملش غير بطوله واحده في الفتره دي، وهي فيلم هي وبالمناسبه وبالمناسبه روح شوف حلقه خالد صالح مش بيمثل عند صديقنا خالد عبد السلام خوليو. عند خوليو لسه شايف الحلقه برده من قريب، فكرتني قوي بقد ايه حلاوه اداء خالد صالح. خالد صالح يا جماعه، خوليو الولا خوليو عامل شغل. لا خوليو كده خوليو عامل شغل. خوليو عامل عظمه. الولا خوليو عامل شغل يخليك تتكسف تخش تشتغل، فاهم؟ خلاص بقى ما تكسفناش بقى. تحيه خوليو حبيبي واخويا يا عم. شهادات لخوليو
اخويا وعم عيالي حبيبي يا الراجل جماعه السوداني جماعه بجد المحترم. اتفرجوا على خوليو فيديوهاته الاخيره فشيخه يعني. بس اللي عايز اقوله ان خالد صالح دي كانت فترته الذهبيه، وقدم فيها كل ما كان يمكن ان يتم تقديمه على الكام دور اللي هو عمله. طب ايه هو احسن كوميديان بالنسبه لك؟ الكوميديان اللي عمل كذا فيلم حلو في الفتره دي، كذا فيلم من ممكن اللي اقوله كنت لو انا ممكن اقوله لو انا صح تقول معايا. اقول. حسن حسني. وقعت منك انا في دي. احمد حلمي، لان دي لا 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 دي لا لا دي لا دي فتره حلمي الذهبيه بالنسبه لي برضه. يا سيدي، وما تنافسش فترة ده ما ينافس، لا ينافس، لا انا ما مؤاخذة بقى انا اسف، ما ينافس. عادل امام عمل نص فيلم يعني تجربة دنماركية ونص فيلم. طب ممكن لا لا لا، ممكن افكرك ان اسمعني. في الموجرافي حلمي كله بياخد من انا مرحله فاكر المتوسط فيلموجرافي حلو. لمرحله كده رضا. كل ده لحد 2009 2010 بس. من بعد ما كده انا دخلنا فاكر على كل افلام حلمي. حلمي، انا فاكر كل افلام حلمي تمام. مم. اسمعني بس، أوه. اسمعني. احمد حلمي ازيك احسن كوميديان. طيب اول حاجه احمد حلمي ما يكسبش عادل امام اللي عامل نص التجربه الدنماركيه اللي هو نص فيلم حلو، نص رئيس من جهه امنيه، مرجان احمد مرجان. ما يكسبهمش بعادل امام، بدول يكسب احمد حلمي خلاص. ما يكسبش احمد سعد اللي عامل بوشكاش عوكل اللي بالي بالك الليمبي بوحه، انت عبيط. ما يكسبش هاني رمزي، ما يكسبش كريم عبد العزيز من باشا تلميذ وفي محطه مصر. لا حرام عليك، إيه انت رأيك؟ انت بتقارن تجربه واحده بحد كان كونسيستنت قوي لمجموعه ممكن توصل ل6 افلام كويسه في مدار يعني 10 سنين. طب انا هو بقول لك اهو، عوكل بوشكاش اللي بالي بالك الليمبي بوحه. لا انا ها؟ بوشكاش مش فيلم حلو. بوحه مش من افلامي المفضله. الليمبي فيلم ما بحبوش. الليمبي اللي انا قلت لك ان الليمبي مش من افلامي المفضله. هو فيلم واحد فيهم اللي انا بحبه لمحمد سعد، هو فيلم اللي بالي بالك. هنيجي عند كريم عبد يعني انت العزيز. ظرف طارق ومطب صناعي كده وكده رضا رضا وعسل اسود. تاني بالنسبه لك وعسل اسود. وعسل اسود. واسف دول على بالنسبه الازعاج. لك يكسبوا اللي انا قلته. لا واسف على الازعاج. وزكي شان وزكي شان. انا اسف، انا مش كوميدي، انا مش كوميدي اصلا. اسف على الازعاج فيه يعني مش كوميديا. قوي. اسف على الازعاج فيه كوميديا. يعني مش انت قوي. عارف مين الكونتندر اللي كان وراه على طول؟ هنيدي. مين هنيدي؟ اه هنيدي يكسب انت. بس هنيدي فول الصين العظيم. هنيدي وقع منه احلى فيلمين بحبهم له مش موجودين في الفتره دي، عشان كده ما خدهاش منه. همام ومين وايه تاني؟ همام وصعيدي. وصعيدي. اه همام وصعيدي. وقعوا. اقول لك على حاجه، إيه؟ اقول لك على حاجه. وش جرام بس يكسب افلام حلمي كلها. انا مش عارف اجيبها لك منين، انا بكره فيلم وش اجرام. شورت سايكو طلع له شورت من هنا. والله طلع له ما شورت. بحبش فيلم وش والله اجرام. العظيم. لا يا عم مش مشكله، بس انت شايف احمد، انت عبيط يا احمد يا رمزي. طب بقول لك عارف السبك هو قال انت عبيط يا احمد يا رمزي. بقول لك ايه، طب تعال نخش على اللي جاي عشان صعبه شويه. لا انا عايز اتكلم عن حسن حسني الله يرحمه. معلش انت سوري الراجل يعني سوري انت سوري في ايه؟ سوري باي ذا واي. انا اقبل جدا ان حسن حسني يبقى من حسن العظماء في الفترة دي. حسني. بس هي برضه شوف احنا الخناقات مش فترته الذهبيه برضه. مش هسيبني اتكلم انت صح. لا سوري انا اسف. حسن حسني. شوف احنا بنتخانق على كام فيلم. ال10 فيلم اللي انا ذكرتهم لك دول لو فكرت فيهم مين اللي كان شايل الافلام دي؟ حسن حسني هو اللي شايل الليمبي، حسن حسني هو اللي شايل بوحه، حسن حسني هو اللي شايل زكي شان، وحسن حسني هو اللي شايل الباشا تلميذ، وحسن حسني هو اللي حسن حسني. مش عايز اقول يعني انا مش بتضايق مش لما حد بيقول بيومي فؤاد شبه حسن حسني، انا بتضايق. لا بتضايق قوي. حرام. عيب. بس مش حسن حسني اللي كان شايل الافلام دي، ما ده اللي عايز اقوله. حسن حسني كان جزء جميل جدا من الافلام دي، بس حسن حسني ما شالش فيلم الباشا تلميذ. حسن حسني قدم مجموعه من المشاهد اللي ادت الباشا تلميذ، يعني هو ادى الافلام دي اكتر ما خد منها. هو ده افلام دي كتير. حسن حسني بس ما المايسترو. وصل. حسن حسني الافلام دي كلها هو اللي بيوزع ضحك عارف انت دي بروين اللي بيوزع كرة يعني بيوزع نعم. انا ممكن اقول ب 100% ان حسن حسني شال نسبه كبيره جدا في فيلم الليمبي، وشال نسبه كبيره جدا في فيلم اللي بالي بالك. عامه هي ميكس حسن حسني ومحمد سعد من اعظم الثنائيات في السينما المصريه. هم كانوا بيعرفوا يلعبوا مع بعض. وانا كنت عامل اقول احمد سعد، يا نهار اسود ايه عامل اقول احمد سعد من اول البدايه. خد بالك من حاجه برضو، المشاهد اللي انا بحبها في فيلم بوحه المشاهد اللي ما بين حسن حسني ومحمد سعد. فهم برضو انا افهم قوي ان حسن حسني شال محمد سعد كتير قوي في افلام كوميديه كتير. بس حسن حسني انا شايف ان هو كونتندر عظيم لحاجه زي كده، وانا بشوف ان هو من الكوميديانات اللي ما اتقدرتش خالص. بس انا هرجع اقول ان فتره الالفينات دي كانت فتره حلمي. دي الفتره اصلا اللي بنت. احنا النهارده واحنا بنتكلم في 2024 عن احمد حلمي كاريره اتبنى من 2000 ل 2010. واللي بنيته مش داد جريت يا اسطى، مش حاجه كويسه للدرجه. بس ما علينا، خلينا نتحرك عشان ما نطولش اكتر من كده. احسن ممثله. هي انا ما لقيتش غير هما 2 ووزعتهم على ممثله وكوميديان الصراحه.
طبعا احسن ممثله منى زكي. احسن ممثله بالنسبه لي هند صبري. كنت بتخانق ما بينهم بس لقيت لمنى زكي ادوار اكتر من الاخر حلوه يعني. منى زكي سهر الليالي، وايه تاني في دماغك؟ منى زكي سهر الليالي، منى زكي مافيا. مافيا اسمه ايه ده، ولاد العم، من الافلام اللي ما اتكلمناش عليها برضه فيلم حلو. منى زكي عندها يعني هند صبري انفجرت قوي بعد 2010، ابتدت بقى تغير جلدها وتلعب وبتاع. هند صبري ما عملتش تجربه مميزه. او باي ذا واي منى زكي يحكي شهرزاد. منى زكي انفجارها هند صبري انفجارها بعد 2010. هي الدور المميز قوي اللي عملته قبل 2010، عشان كده في الاخر اخترت منى زكي. هو بسم الله الرحمن الرحيم ابراهيم الابيض. هي دخلت فرقعت بقى بعد 2010، لكن قبل 2010 هي اصلا منى زكي لو فكرت منى زكي ريحت شويه بعدين رجعت. هي قبل ما تريح خدت جولدن ايج كده، كانت في بدايه الالفينات اللي الفتره دي، يعني زي ما بقول لك الرسل الستة دي. انا بالنسبه لي احسن ممثل هند صبري، حتى اخد دورها في عمارة يعقوبيان، دور صغير جدا. ايوه بس كويس جدا. انا بقول لك هم كانوا الاثنين بالنسبه لي كونتندرز، بس احنا لما نيجي نعدي على الفتره كلها هنلاقي بقى افلام زي دم الغزال باي ذا واي منى زكي. لا هتلاقي كتير بقى. يعني انت لو مشيت يا عم انا مش اقول لك حاجه، انت دي حاجه كده زي ايه، زي كان عندنا طحونه على نبع المي، فاهم؟ انا مش هتخانق معاك قوي فيها. يعني انا شايف وجهه نظرك وشايف اللوجيك اللي فيها. احمد حلمي دي اطلاقا طيب بس ما علينا. طيب ده ما يكسبش هاني رمزي. طب تعالى على الكوميديان كده، عشان انا خايف انك تقول حاجه معينه. مين الكوميديان احسن كوميديانه؟ هي واحده بالنسبه لي مفيش غيرها. انا هقول ياسمين عبد العزيز. هذا كلام اللي مش حلو بقى. انا هقول منى شلبي ما انها مش كوميديانه اصلا. منى شلبي عملت ايه يا اسطى كوميدي؟ انت بتهري دلوقتي. لا يا عليك انت راجل وحش مبدئيا كده رضا، ده فتح كلام يعني. كان دورها كوميدي، كانت شايله كوميديا. ايوه كانت موجوده قبل البلوت تويست. ويا سيدي استنى، ده كان في كوليكشن كانت بتقدم كوميديا يا عم. والله العظيم ارجع افتكر الفيلم البرجر اللي وقع عليها، كان في كذا سين يعني. منى شلبي عامة انا في كوميديانا دي عطلت، ومش ممكن ما اعرضكش. انا في كوميديانا عطلت بين ياسمين عبد العزيز وحلا شيحه، واخترت ياسمين عبد العزيز لما قلنا ادوارها الكوميديه كانت اكتر. عندك منى شلبي كانت موجوده في كلم ماما. كلم ماما ده حاجه كده. كان فيلم بطوله عبله كامل وحسن حسني وكده، وكان فيلم هرس قوي، بس هي كان دمها خفيف فيه يعني. باشا ياسمين عبد العزيز بتتكلم على بتتكلم على بص انا مش عايز افوتش للكوميدي قوي، لان هو الصراحه بالنسبه لي يمكن يعني عادي. عارف اللي هو ايه، انا اخترت اللي عرفت اختاره، بس في حاجه بس خدت بالي منها وانا براجع الليسته دلوقتي. هي سبب اختياري لمنى زكي هو ببساطه لان منى زكي زي ما قلت لك احكي يا شهرزاد وولاد العم والحاجات دي كلها. عندك برضو هم راحوا فين؟ عندك بقى منى زكي قلت لك في دم الغزال، في منى زكي في مافيا، في منى زكي في سهر الليالي، في منى زكي طبعا هو راح فين؟ في تيتو. في عندك يا سيدي منى زكي كان في حاجه كمان، في منى زكي كتير قوي. لو رجعت افتكر ادوار في ويجا. لا سوري مش ويجا دي هوش ده فيلم اصلا. انت شفت ويجا ولا مش شفتوش؟ شفت ويجا. انت عارف ان هو اتعمل له ادابتيشن انجلش بعد كده. هو اصلا المصري هو الاوريجينال. بجد دي حاجه بحبها قوي في فيلم ويجا. يوم عمل ما علينا. كونسبت المصري هو الاوريجينال، الامريكاني هو اللي مقلده. يلا عشان قبل ما التايم يقطع، انا مش عايز اتخانق في الكوميديان. انا ممكن اشتري معاك ياسمين عبد العزيز. انا عايز بس اقول ياسمين عبد العزيز، بس عايزه الحاجه يعني ده الحاجه الوحيده ممكن يفتكر ياسمين عبد العزيز الفتره دي. الفيلم اللي عملتها كوميديا في الفتره دي الحاجه الوحيده اللي ممكن يفتكرها بيها. انا الحاجه الوحيده عايز ادافع عنها ان بعد كده بقت وحش الكون. ما بعد كده بقت وحش الكون خلاص. بعد كده ياسمين عبد العزيز خسرناها. كان عندنا حد بجد دمه خفيف وظهوره خفيف على الشاشه الفتره دي. عمل كام فيلم بقول لك كوميديته حلوه بجد. كمل سوري. بعد كده ياسمين عبد العزيز تحولت من الدنادودي، وتحولت من اسمه ايه يا ربي، حاحة وتفاحة، وكل الافلام. وفي افلام تانية احسن اصلا بكتير من الكلام ده، انا ناسيها مش عارف ليه. طب بقول لك احنا معانا دقيقتين. دخلنا على وفاضل الجايزه الاهم. الجايزه الاهم بالنسبه لي معانا دقيقتين قبل ما الريكورد ده كمان يقطع. وهو السؤال المنطقي. طب لا احنا فاضل لنا جايزه واحده بس.
ما عشان مش هقفل مع الناس، مش هنكنسل، مش هنطور الناس يا اسطى، بطل الحركات دي. يلا يا عم نخش على الجايزه مع الاهم. الكاميرا احنا طولنا قوي، خد بالك الحلقه دي كده ده عدت ساعه ونص بس، يعني ان شاء الله تعجب الناس. الجايزه الاهم بقى، والجايزه التي احترنا فيها كثيرا، وهي احسن مخرج من 2000 ل 2010. خش ارمي بياضك. وائل حسين. وانت قلت لي دي وانا عجبتني الارجيومنت وائل حسين يا جماعه. طب ممكن اقول للناس، تسمح لي اقول للناس؟ ايوه انا بقول لك قول حضرتك تسمح لي اقول للناس يا ابني، بقول لك قول يا ابني. بهزر ماشي. انت بالك بيضحك. ماشي. وائل حسين عمل يعني عم اقول لكم كام فيلم مع كذا ممثل في افلام، هم دول الكوميديا المصريه تقريبا، لان هم بعديهم ما جاش وقبليهم جه حاجات جيلنا معاش معاها، جيلنا بيزوروا كوميديا الافلام دي، جيلنا بيزوروا كوميديا وائل حسين. وائل حسين عمل الباشا تلميذ، عمل الليمبي، عمل اللي بالي بالك، عمل ظرف طارق، عمل زكي شان، عمل وش اجرام، عمل حاجات تانية كتير. وائل حسين يعني استاذ وائل حسين. انا حقيقي بحزن عليه لما واحد زي ده عمل الافلام دي بيبدا يعمل افلام زي عصابة عظيمه. بجد تشوفوا يا جدعان، الراجل برضه عايز يشتغل. مش هتكلم. انا كان عندي مشكله في اختيار احسن مخرج، وانا براجع الفتره بشكل كويس لقيت ان الفتره دي حصل تزامنا فيها حاجتين مهمين قوي. هي مبدئيا كده الفتره دي جت فتره ما بعد بيك شريف عرفة. احنا مش بنتكلم في بيك شريف عرفة، بيك شريف عرفة خلاص. شريف عرفة دلوقتي بيقدم حاجات حلوه، وفي نفس الوقت هي فتره ظهور مخرج شاب تاني، وهو مين؟ مروان حامد. المخرج العظيم، المخرج اللي اول فيلم جاي له عادل امام ونور الشريف اول فيلم ليه مخرج شاب. ولما نيجي نبص على الليسته بتاعتنا هنلاقي ان ليسته التوب 10 فيها 4 افلام للاثنين دول بالنسبه لي على الاقل، من عمارة يعقوبيان وابراهيم الابيض اللي كسبان عندي انا وانت، دول فيلمين لمروان حامد. وطبعا مش كسبان عندي اصلا، بس كمل. ما علينا، ما بقول لك عندي، بس عندنا وانت الفيلم رقم 1. وعندنا برضو شريف عرفة كان متواجد بنسبه كبيره جدا في لستة النهارده بافلامه، وده خلى الاثنين بالنسبه لي كونتندرز اقوياء. انا فضلت رايح جاي ما بين الاثنين، بس وصلت للكونكلوجن بتاع ان يمكن احسن مخرج في الالفينات هيفضل شريف عرفة. ولو في حد هيكسب من 2010 ل 2020 فهو طبعا هيبقى مروان حامد. فهي يمكن دي اخر فتره شريف عرفة كان سابق فيها، وكان سابق فيها بخطوه مش بعيده. يعني شايف ان هم قريبين قوي من بعض، وشايف ان خالد مرعي انا ما زودتوش بعد ما انت قلت لي ان هو ما كانش موجود عندي من الاول، فما رضيتش اغش يعني. شايف ان هو لو كان موجود عندي. مين خالد مرعي معلش؟ عارف مين خالد مرعي، بس ما قلتلكش على خالد مرعي. سوري مش خالد مرعي، انت قلتش خالد مرعي. خالد مرعي بتاع عسل اسود. سوري اتلخبطت. وائل حسين. انا عارف مين استاذ خالد مرعي، بس انا ما قلتش استاذ خالد مرعي. سوري انا عايز اقول لك ان انا مشيت عليهم مخرج يعني، قعدت اشوف اعمالهم كانت ايه في الفتره دي، لقيت ان بالنسبه لي هم الاثنين كونتندرز، مروان حامد وشريف عرفة. بالنسبه لي دي كانت فتره لسه فيها شريف عرفة هو اللي دايس اكتر، ان مروان حامد كان مقل قوي في الفتره دي، وهي برده مش انفجارته، مش مقل، هو بيبدا يا معلم. ما بالظبط، ما هي مش وقته، هو لسه كان الفريش جراد زي ما بيقولوا. هو تحسها بيسلموا. على فكره انت لو قعدت سمعت البودكاست تلاقي ان مروان حامد بشكل ما تتلمذ على ايد استاذ شريف عرفة ذات نفسه بشكل ما بقول لك هي الفتره الفتره الترانزيشنال ما بينهم، اللي فيها شريف عرفة بيهدى وبيقول يا جماعه خلاص انا عملت افلام كتير قوي، وخدت البيك بتاعي في الثمانينات والتسعينات وعملت كوليكشن ما حصلش، هخف شويه. والفتره اللي فيها شاب صغير بيطلع عشان يكمل المسيره، فزي ما تقولوا حصل اموت واعرف مين فيهم الاول، قول مين الكسبان. شريف عرفة. شكرا، انا قلتها من بدري على فكره يا استاذ، انا ما سمعتهاش. احنا طولنا قوي على الناس. وانا عندي شغل الصبح. عامه الحلقه دي بجد ممكن افصلها جزء قبل الجواز وجزء بعد الجواز. انا رايي ان الحلقه دي هي كده زي ما هي حلوه، اسمع مني. لا لو عدت ساعه ونص هفصلها بصراحه. لا ما تفصلش حاجه، يعني ايه تفصل بعد الجواز؟ الرخامه دي يا شباب ما تعملش كده. انت بتابلود من عندك يا عم، اسمع مني بس، والله لازم هي حلوه كده، اسمع مني، هي دي حلوه كده. انا واثق يا ابني. هنشوف شباب اثبتوا لشهاب ان الحلقه حلوه، وعايزين، مش عايز اطلب ارقام غبيه. 100 لايك. شغل رخيص 100 لايك. شغل رخيص قوي. 120 لايك. شغل رخيص قوي يعني. طب اقل من 150 ما بقبلش. انا اسف. ماشي ودي. طب 150 لايك. عشان لا
لو في حد كامل لحد هنا انا متشكر ليكم. لايك بقى معاك، لايك معاك. يعني مش محتاج اقول ان احنا بنهزر وبتاع والجو ده كله، وان يعني ايه، اتمنى كل حلقه عجبتكم. من الاخر انا تعبان ومش عارف انا عايز اقول ايه يا جماعه. بصوا اتمنى كل حلقه عجبتكم. انت ممكن تسيب لنا الختاميه عشان انا مبسوط قوي ان احنا اتكلمنا عن فتره الالفينات. طب انت بدات النهارده وهتختم، تيجي يا اسطى بالمره. طب مش عارف ماشي ما انت بتقول انك تعبان، خلاص سيبني اختم وخلاص. ما انت طب في ممكن اقول حاجه قبل ما نختم عشان انت بتنسى تقولها ساعات؟ اتفضل. مقاطعه شرف ومقاطعه واجب، قاطع ما تبقاش راجل. قول يا اسطى اللي عايز تقول. بصوا يا شباب، انا شايف ان هي اتمنى الحلقه تعجبكم، عشان انا بامانه ده توبيك بالنسبه لي لذيذ يعني. قولوا لنا يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت في الكومنتس الليست بتاعتكم، الناس اللي تابعت الافلام دي كلها، الناس اللي عايزه ترشيحات، اعتبروا اي فيلم طلع لي حلو في الحلقه دي يعتبر ترشيح صريح كده، تروح تتفرج عليه على طول. وبما اني انا اتبسطت وانا بحضر الحلقه، انت ايه رايك؟ انت اتبسطت؟ انا انبسطت جدا. انا بس عايز اقول ان لو في حد ما كانش شاف فيلم من الافلام وشافها، بجاي ما احنا بنتبسط قوي لما حد يجي يكلمنا ويقول لنا انا شفت الفيلم ده بسببكم وعجبني، ويتكلم معانا ويتناقش معانا فيه. في ناس بعت لي حاجات من الحلقه اللي فاتت والله لسه ما شفتهاش. انا بعتذر، خش بص على الكومنتات والدي امز. في حاجه كنت بقى، مشغول شويه اليومين اللي فاتوا. بما انك انا انبسطت وانا بحضر الحلقه دي، فقولوا لنا في الكومنتس لو عايزين نجرب الحوار ده تاني، لان انا انبسطت وانا انا بدعبس وبفتكر ومش عارف ايه وبتاع. تمانينات تسعينات. تمانينات تسعينات. هل لو حد عايز ياخد الريسنت يعني دي ممكن تبقى هتستنى رايهم احنا نعملها؟ انت هتستنى رايهم احنا نعملها؟ ممكن تبقى تجربه ما نلاقيش فيها 10 افلام نرشحها، بس من 2000 ل 2010 2020 مثلا. او هم هيبقوا التوب فور هم افلام مروان حامد واثنين عمرو سلامه وخلصنا على كده، مش عارف. احنا ممكن نعمل اسوأ افلام من 2010 2020 مثلا. بص قولوا لنا في الكومنتس لو عايزين نجرب حوار القرص ده تاني، ان هو بالنسبه لي كان لذيذ. وكان معكم احمد نصار وشهاب مجدي، تصبحون على خير. الى اللقاء. من بودكاست حديقه سينمائيه فرغه. بوس الناس. بوست كل الناس. سلام يا جماعه. سلام. يلا.